تعالوا نبني مع بعض simple AI personal trainer أو مدرب شخصي بس على قده شوية. الهدف من الفيديو ده إن إحنا نعرف إزاي نستخدم OpenAI SDK، ولو ما تعرفش يعني إيه SDK ما تقلقش، الكلام ده هنشرحه كمان شوية قدام. نشوف الفيتشرز اللي OpenAI بتقدمها لنا في ال SDK بتاعتها. فإحنا مش هنركز على الفكرة اللي بنبنيها قوي على قد ما هنركز على الفيتشرز اللي هنشوفها مع بعض. طب ليه؟ لأن الفيتشرز اللي هنشوفها مع بعض متكررة في اس دي كيس تانية غير شركة اوبن اي اي، فلذلك احنا عايزين نركز على فهم المفاهيم اللي هتتشرح علشان بعد كده نعرف نعيد استخدام المفاهيم دي تاني في اس دي كيس تانية. ايه بقى اللي مطلوب قبل ما اتفرج على الفيديو ده؟ اولا تكون عارف بايثون، ولو مش عارف بايثون فاحنا عندنا كورس على التشانل هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن بيشرح بايثون باختصار. ورقم اتنين تكون فاهم بعض المصطلحات بتاعه الاي اي، ودي برضو احنا عندنا فيديو على التشانل هسيب اللينك بتاعه برضو في الديسكريبشن. الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن يعني ايه structured output، يعني ايه ستريم، ندي لمحة بسيطة عن موضوع البرومت انجينيرنج، وده موضوع مهم قوي لسه هينزل فيديو مفصل عن البرومت انجينيرنج، او ممكن يكون نزل فهسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن برضو. وهنتكلم عن الكونفرزيشن ستيت، يعني ازاي اقدر احافظ على الكونفرزيشن ما بيني وما بين الاي اي. فتعالوا يلا بينا نبتدي على طول. اول حاجه هروح على platform.openai.com، وطبعا لازم يكون عندك اكونت على شات جي بي تي او يعني على اوبن اي اي. ولو ما عندكش اكونت فالاكونت تقدر تعمل له كرييت فور فري، مش بيحتاج فلوس. وبعد لما تعمل الاكونت بتاعك هتروح على platform.openai.com. المفروض لما هنا هتعمل لوجن هتلاقي عندك ممكن يبقى فيه زرار اخضر هنا بيقول لك جيت ستارتد، او ممكن ما يكونش موجود ويبقى عندك المنظر ده. فلو عندك الزرار الاخضر دوس كليك على جيت ستارتد وابتدي نيكست في نيكست في نيكست مع الخطوات اللي هو هيرشحها لك. دلوقتي بقى انا محتاج البرنامج بتاعي او البايثون سكريبت اللي احنا هنكتبه يكلم اوبن اي اي. ففكره ان برنامج يكلم برنامج تاني فمحتاجين هنا حاجه اسمها اي بي اي. كلمه اي بي اي هي اختصار لابلكيشن بروجرامينج انترفيس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا كبايثون سكريبت اللي احنا هنكتبه مع بعض عايز يكلم اوبن اي اي. طب هيكلمها عن طريق ايه؟ عن طريق الاي بي اي. بمعنى تعالوا نشوف المثال ده مع بعض. هروح كده على البلاتفورم دوت اوبن اي اي دوت كوم وهاخد اليو ار ال ده كده ايه كوبي خلاص، وهنفتح مع بعض برنامج اسمه بوست مان. الهدف من برنامج بوست مان ان هو بيسهل عليك لو انت بتكلم اي بي اي تانية. هعمل هنا بيست بالمنظر ده، وبعد كده تعالوا نبعت الريكوست بتاعنا ونخليه مثلا هنا بوست، ندوس سند. ايه اللي انا عملته بقى هنا دلوقتي؟ اللي انا عملته ان انا خليت بوست مان يروح يكلم اوبن اي اي عن طريق اليو ار ال ده، واوبن اي اي ردت عليا هنا تحت بتقول لي خد بالك انت محتاج تعمل اوثنتيكيشن. بغض النظر بقى عن الرد بتاعها، ولكن الفكره العامه بتاعت الاي بي اي ايه؟ برنامج هيكلم برنامج لا اكتر ولا اقل. وهنا نبتدي نسال سؤال، وانا افترض ان انا كاتب برنامج بلغه بي اتش بي او بلغه جافا او بايا كانت اللغه، هل لازم البرنامج بتاعي اللي هيكلم برنامج تاني او سيستم تاني يكون بنفس اللغه؟ الاجابه هنا معانا لا، مش لازم. فعشان كده هنا فكره الاي بي اي هي بتسهل ان السيستمز او البرامج تقدر تتكلم مع بعض او الابلكيشنز يقدروا يتكلموا مع بعض. فبالتالي ادي عندك هنا بوست مان بيتكلم مع اوبن اي اي، واوبن اي اي كمان ايه بترد عليه. يبقى احنا ممكن اصلا نبني الفكره بتاعه البيرسونال اي اي ترينر باي لغه، مش شرط لغه بايثون. ولكن في تريكايه هنا، التريكايه في ان انا امانج اليو ار الز اللي انت شايفها دي، وكمان امانج البارامترز اللي هي مطلوبه مني. لان هنا خد بالك دي مجموعه من البارامترز بتبقى مطلوبه، زي ما هو هنا طلع لنا ايرور قال لي ميسنج بيرر اور بيزك اوثنتيكيشن. فالكلام ده انا لو هكتبه مثلا بلغه بي اتش بي او بلغه جافا او ايا كانت اللغه، هضطر ان انا امانج القصه دي، ان انا امانج البارامترز دي، وان انا يبقى عندي في الكود بتاعي كده اليو ار الز دي. طب هل في طريقه اسهل؟ هل في طريقه اسهل ان البرنامج بتاعي يقدر يكلم اوبن اي اي؟ في طريقه اسهل، وهنا دي فكره الاس دي كي. فتعالى كده هنا لو عملنا هنا، كان الاول هي كانت كيرل، انا هنا هختار مثلا بايثون. بص كده الفرق، دي كده الاس دي كي بتاعه اوبن اي اي. يعني ايه بقى اس دي كي؟ هي اختصار لسوفت وير ديفلوبمنت كيت. دي بتبقى عباره عن اكواد انت بتستخدمها علشان ما تضطرش انك تكتب اليو ار الز وتتعامل مع اليو ار الز وتتعامل مع البارامترز بالمنظر ده وتشوف ايه اللي ميسنج ايه اللي مش ميسنج. فهنا مثلا لو بصينا، بص كده ده الكيرل، ولو جينا هنا عملنا مثلا على الاختيار بتاع بايثون، بص الفرق.
هنا بتلاقي الشكل انضف، بتلاقي هنا التعامل مع الاي بي اي بتاعت اوبن اي اي انضف. فبالتالي السوفت وير ديفلوبمنت كيت زي كده ايه، بتعمل هايد لفكره ان انا اقعد اقول بقى انا اليو ار الز او اشوف البارامترز بتاعتها عامله ازاي. فهي بتسهل عليك الديفلوبمنت، فهي جايه من اسمها سوفت وير ديفلوبمنت كيت، يعني مجموعه من الاكواد او مجموعه من التولز شركه اوبن اي اي بتقدمها لنا علشان اقدر اتعامل مع الاي بي اي بتاعتها، وده معنى سوفت وير ديفلوبمنت كيت. والفكره دي موجوده في شركات تانية زي مثلا شركه انتروبيك، نفس الكلام برضو عندهم السوفت وير ديفلوبمنت كيت. طيب السوفت وير ديفلوبمنت كيت دي هل بتيجي بلغه بايثون؟ لا، هنا هي جايه بجافا سكريبت وجايه بايه، ببايثون، فاحنا هنختار بايثون. بما ان احنا جبنا سيره باكج فبالتالي انا محتاج اعمل لها انستول عندي، فيلا بينا بقى نكريت بروجكت بسيط خالص ونعمل انستول للاس دي كي بتاعه اوبن اي اي. هروح على التيرمينال بتاعتي بالمنظر ده، هعمل دايركتوري جديد هسميه وليكن مثلا سيمبل بيرسونال اي اي ترينر، وادوس انتر، نعمل سي دي. بعدين يلا بينا نكريت فيرتشوال انفايرمنت بسرعه، بايثون 3 داش ام في انف في انف. طبعا احنا اتكلمنا عن فكره الفيرتشوال انفايرمنت في كورس البايثون، فهسيب اللينك بتاعه في الديسكربشن، وادوس انتر. بعدين عايزين ناكتيفيت بقى الفيرتشوال انفايرمنت دي، هنقول سورس في انف بن في انف، وبعدين يلا بينا نفتح كيرسور. وبرضه لو ما تعرفش كيرسور هو عباره عن ايه، هو عباره عن اي اي اديتور، وفي برضه كورس في التشانل بيتكلم عن كيرسور. جميل جدا، يبقى احنا كده فتحنا الايه، البروجكت بتاعنا. تعالوا بقى انستول الاس دي كي بتاعه اوبن اي اي. هروح على كويك ستارت بالمنظر ده، بعد كده هختار configure your development environment، هدوس عليها كليك، وبعد كده هروح هنا هو بيقول لك علشان تقدر تستعمل اوبن اي اي فانت محتاج حاجه اسمها اوبن اي اي بي اي كي. والفكره دي برضو متكرره في شركات تانية، لان فاكر ساعه لما احنا كنا في بوست مان كان بيقول لي ايه، خد بالك انت مش اوثنتيكيتد. طيب فدلوقتي اوبن اي اي المفروض لما انت بتكلمه هيحاسبك، فالسؤال هنا هو هيعرف انت مين منين؟ هيعرف عن طريق الاي بي اي كي. فكل واحد فينا هيبقى ليه الاي بي اي كي الخاص بيه، وده عباره عن سترينج كده يونيك زي ما هنشوف مع بعض ازاي بنعمل له جنريت. الهدف منه ايه؟ الهدف منه علشان لما تيجي تكلم اوبن اي اي تعرف انت مين وتبتدي بقى تحاسبك على هذا الاساس. طب هنعمل جنريت للكلام ده ازاي؟ هروح جاي كده رايح على الداشبورد، وبعد كده هختار اي بي اي كي، وبعد كده كرييت نيو سيكريت كي، وهنا ممكن اسميه مثلا اي حاجه بيرسونال اي اي، او خليني هنا سيمبل بيرسونال اي اي ترينر. وطبعا هنا الكي ده ممكن تعدل البرميشنز بتاعته. يعني ايه؟ لان خد بالك اي حد معاه الكي ده هو اكن حرفيا انت اللي بتستخدم البرنامج. يعني انا لو اخدت الكي بتاعك كوبي بيست، فمين اللي هيتحاسب على اي كول انا بكلم بيه اوبن اي اي؟ انت اللي هتتحاسب مش انا، لان انا معايا الكي بتاعك. فلذلك خد بالك الكي ده مهم قوي. فانت هنا تقدر تعدل على البرميشنز. يعني ايه البرميشنز؟ يعني انا ممكن اخلي مثلا الكي ده يقلاو اكسس فقط مثلا للاند بوينت دي، او ممكن اقلاو ريد ورايت. يعني هنا انت بتقدر تتحكم في ايه اللي مسموح للكي ده ياكسسه وايه اللي مش مسموح يعمل له اكسس. انا عن نفسي هسيب كل البرميشن دلوقتي مؤقتا اول، وبعدين هدوس على كليك كرييت سيكريت كي. ادي ده الكي بتاعي. طبعا ملحوظه بس بسيطه، انا بعد الفيديو ده طبعا همسح الكي ده، لان الكي ده المفروض زي ما اتفقنا لازم تكون حاجه سيكريت، ما ينفعش تعمل له بوش على جيت هاب، لان اي حد معاه الكي ده اكن هو عمل لوجن بالاكونت بتاعك، واي كول لاوبن اي اي انت اللي هتتحاسب عليه. فانا هعمل له كوبي كده مؤقتا وهخليه معانا على جنب. بعدين تعالى بقى نفتح تاب جديده ونقول platform.openai.com، بعدين نروح على كويك ستارت تاني configure your development environment. فاحنا كده معانا الايه، اوبن اي 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 بي اي كي. خلاص ننزل بقى تحت. طبعا انت هنا هتلاقي اوبن اي اي بيقدموا الاس دي كي بتاعتهم يا اما جافا سكريبت يا اما بايثون يا اما دوت نت يا اما جافا يا اما جو. طيب افرض انا عايز استعمل الاس دي كي بتاعه اوبن اي اي بس بلغه تانية، يعني بلغه مثلا بي اتش بي، ساعتها هتلاقي هنا حاجه اسمها كوميونتي لايبريز، هتدوس عليها كليك هيوريك بقى جميع اللغات التانية اللي مكتوبه بيها الاس دي كي دي. ولكن في تركايه هنا،
ان اللي كاتبين الاس دي كيز او الباكج اللي هتتعامل مع الاوبن اي اي بي اي مش شركه اوبن اي اي نفسهم. فلذلك هنا في ريسك بسيطه. يعني مثلا لو انا بتكلم وليكن مثلا فلاتر مثلا بالمنظر ده، ورحت عملت اوبن للجيت هاب ده، اللي بيمنتين الباكج دي هو الشخص ده. وزي ما انت شايف هو اخر بوش او اخر كوميت عملها هي من سنه. فلذلك بالذات في الحتت بتاعت الاس دي كي دي، انا عن نفسي كاحمد بفضل ان انا استخدم الاس دي كيز اللي بتعملها سبورت الشركه نفسها. يعني تعالوا كده نطلع فوق ونختار مثلا بايثون، وبعدين نفتح كده اللينك اللي هو ده. بص كده، دي كده شركه اوبن اي اي هي اللي ايه بتمنتين اوبن اي اي بايثون. بص كده اخر كوميت امتى او اخر بوش هم عملوها امتى؟ من 16 ساعه. لكن هنا الراجل بتاع فلاتر ده عاملها من السنه اللي فاتت، فمن سنه اكيد في حاجات كتير اتغيرت. فلذلك لو هتستخدم اس دي كي يفضل انها تكون سبورتد عن طريق الشركه. فيلا بينا نشوف ازاي هنعمل انستول للاس دي كي دي. اول حاجه هنعمل بيب انستول اوبن اي اي. يلا بينا نعمل الكلام ده كوبي، وبعد كده نروح على التيرمينال، بيست، انتر. طبعا احنا عاملين اكتيفيشن للايه، للفيرتشوال انفايرمنت بتاعتنا، فاحنا متاكدين ان الكلام ده هينزل عن طريق الايه، الفيرتشوال انفايرمنت. بعدين تعالى ناخد بقى الكود ده نعمل له كده كوبي بيست ايه في سكريبت عندنا. كليك يمين كوبي، وبعدين هروح على الاديتور، هكريت نيو فايل هسميه مثلا مين دوت باي، ادوس انتر. مش محتاجين الشات بتاع كيرسور في حاجه. هنعمل بيست كده بالمنظر ده. ايه اللي حصل هنا؟ اول حاجه ان احنا بنimporت الاوبن اي اي كلاس، ده عباره عن كلاس، وبعدين بنكرييت منه هنا اوبجكت. بدليل لو قلنا برنت بعدين التايب بتاع الكلاينت بالمنظر ده. تعالى نكومنت الكود اللي تحت ده ويلا بينا نرن الكود. هتلاقي هنا ضرب معايا ايرور بالمنظر ده. طيب ليه؟ لان هو هنا لو جينا قرينا الايرور مع بعض بيقول لك ان اثناء ما انا بعمل انيشاليزيشن للاوبجكت انا محتاج اي بي اي كي. فيلا بينا ناخد بقى الاي بي اي كي بتاعنا ون ايه نعمل له سيت هنا واحنا بنكرييت الاوبجكت ده. هروح على المكان اللي انا كنت فيه الكيس، هاخده هنا كوبي، بعدين هروح هنا وادوس اي بي اي كي بالمنظر ده، وبعدين بيست. لا سوري، المفروض تبقى هنا جوه سترينج بيست بالمنظر ده كده. يبقى ادي كده الاي بي اي كي بتاعي. يلا بينا نري رن تاني ونشوف ايه اللي هيظهر. ري رن زي الفل كده، كريتنا اوبجكت من ايه، من اوبن اي اي. تعال نكمل، نشيل بقى الكلام ده خالص، وبعدين هنا نانكومنت الكود ده، وكمان نانكومنت الكود ده. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ انا هنا يا كلاينت دوت ريسبونسز، تعالى ناخد كلاينت دوت ريسبونسز نعمل لها برنت ونشوف ايه اللي هيطلع. برنت ادي كلاينت دوت ريسبونسز، ونرجع نكومنت الكلام ده تاني، وبعدين نري رن الكود بالمنظر ده. هيطلع لنا ايه؟ اوبجكت ريسبونس. يبقى جميل، يبقى كده يا كلاينت ده اوبجكت، بعدين ناديت دوت ريسبونسز. لو دوسنا كوماند كليك او كنترول كليك عليها هتلاقيها هي عباره عن فانكشن، وفي حاجه اسمها هنا ديكوريتور. طب الفكره بتاعته ايه، او الفكره بتاعت الفانكشن دي ان انت تقدر تنادي عليها كانها بروبرتي. ما تهمناش القصه دي في حاجه دلوقتي، ولكن اللي يهمنا ايه، ان كلاينت دوت ريسبونسز رجعت لي ايه، اوبجكت. وطالما رجع لي اوبجكت يبقى اذا انا اقدر اكسس من عليه ميثودز وبروبرتيز. فهو ده اللي حصل هنا، ان احنا نادينا على الاوبجكت بتاع ريسبونسز ده، نادينا منه ميثود اسمها كرييت. فيلا بينا نشيل الكلام ده وبعدين نانكومنت، بعدين ننزل هنا برضو نانكومنت الريسبونس بالمنظر ده. يبقى كلاينت دوت ريسبونسز هنادي من عليك ميثود اسمها كرييت. الميثود دي بتاخد حاجتين، اول حاجه الموديل، لان انت شركه اوبن اي اي بتقدم اكتر من موديل، فلذلك ده هنا اسم الموديل. وايه تاني؟ الانبوت بقى او البرومت اللي انت بتبعته لاوبن اي اي. بمعنى ايه البرومت اللي انا ببعته للاي اي اصلا؟ يعني ايه برومت؟ ده اتكلمنا عليه برضو في فيديو، هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن، ولكن سريعا هي دي الانستراكشنز اللي انت بتبعتها لللارج لانجويج موديل. يعني لو احنا رحنا على شات .openai.com لما بكتب مثلا هلو هاو ار يو وعلامه استفهام، ده كده البرومت اللي هو هنا عندنا في الكود ايه، الانبوت. فجميل جدا، يلا بينا نرن الكود ده ونشوف ايه اللي هيحصل. رن بالمنظر ده كده. خد بالك ممكن الكود يغيب شويه في الرن بتاعه، وبيبقى بعض الاسباب من ضمنها مثلا بطء الانترنت على سبيل المثال، او اللارج لانجويج موديل بياخد وقت عبال ما يرد علينا. طيب جميل جدا، هنا رجع لي ايه، ريسبونس اوبجكت، وفي هنا ايه، كلام كتير. طيب من الريسبونس اوبجكت بناء على الدوكيومنتيشن
قال هنا في الدوكيومنتيشن لما كنا بنقرا هتقول او هتاكسس دوت اوتبوت اندرسكور تكست، فانا هاخدها كوبي بالمنظر ده وهقول بدل ريسبونس مره واحده لان ده عباره عن اوبجكت. انا ما يهمنيش دلوقتي الاوبجكت في حاجه، انا يهمني التكست اللي هيرجع لي. يلا بينا نري رن الكود. جميل جدا اهو، رد عليا ايه؟ رد عليا بالريسبونس. تعالوا بقى نتكلم على اختيار الموديل. طبعا هنا انا مختار موديل ايه؟ جي بي تي 4.1. هرجع تاني كده للدوكيومنتيشن وبعدين هدوس كليك على موديلز. هنا بقى هو موريك الموديلز كلها المتاحه بالنسبه لك، وبيقول لك تحت كل موديل منهم هو مناسب لايه. فمثلا جي بي تي 4.1 بوقت تسجيل الفيديو ده هو ايه؟ مناسب للكومبلكس تاسكس. جميل. طيب او 4 ميني ده سريع ورخيص في نفس الوقت، وده ريزونينج موديل. وعايزك هنا تفرق ما بين حاجتين، في موديل عادي وفي حاجه اسمها ريزونينج موديل. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ ان الموديل العادي بيفولو الانستراكشنز بتاعتك حرف بحرف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعالوا نروح على شات جي بي تي بالمنظر ده كده. احنا هنا مختارين 4 او. طيب يعني ايه بقى حرف بحرف؟ يعني هقول له مثلا اكتب لي مقال عن البرمجه، فانا هقول هنا اكتب لي مقال عن البرمجه وعايز فيه 3 sections، وكل section منهم يبقى فيه سطرين فقط بيشرحوا السكشن ده، وكمان عايز ملخص للمقال في الآخر ويبقى section لوحده، وأخيرا عايز جملة ختامية تخلي اللي بيقرأ يتابع بقية المقالات. ايه بقى اللي انا عملته ده هنا انا بقول للموديل اللي هو 4O خطوة بخطوة المفروض يعمل ايه. يبقى دي المودلز العادية اللي هي ما فيهاش كلمة الريزونينج، لان احنا هنا بصينا على ايه؟ هتلاقي هنا حاجة اسمها ريزونينج موديل وهنا ريزونينج موديل، وهقول لك دلوقتي لسه الفرق. يبقى المودلز العادية انا بقول لها خطوة بخطوة تعمل ايه. تعال ندوس انتر ونشوف النتيجة هتظهر ايه. هو الظاهر كده في حاجة لأن الدنيا بطيئة جدا. في حاجة دلوقتي شباب حصلت مش متوقعة وأنا بسجل، يعني إن الريسبونس غاب جدا. طيب ليه الريسبونس غاب جدا؟ زي ما قلت لك هو ممكن يكون بسبب بطء النت عندك، او اللارج لانجويج موديل بياخد وقت، او وده الاحتمال اللي حاصل دلوقتي ان الاي بي اي بتاعت اوبن اي اي فيها مشاكل. طب هعرف الكلام ده ازاي؟ هروح كده على جوجل بالمنظر ده وهسيرش على اوبن اي بي اي ستاتوس وادوس انتر وادوس كليك. هتلاقي هنا ايه؟ دي الستاتوس بتاعت اوبن اي اي او الاي بي اي بتاعتهم. هي ايه نظامها؟ يعني هل هي شغاله كويس ولا في مشاكل؟ وده الفكره دي بتاعت الاي بي اي ستاتوس هتلاقيها برضو متكرره مع اي شركه تانية. هي فكره ان انت بتعرف ايه اللي حصل في الاي بي اي بتاعتهم، فهو بيقول لك دلوقتي احنا عندنا مشاكل، فلذلك احنا اي برومت هنكتبه دلوقتي غالبا هياخد وقت كبير جدا عبال ما هم ايه يحلوا المشاكل اللي عندهم. فهنا مثلا عندهم هنا مشكله هي بقى لها 3 ساعات بتافكت الاي بي اي وبتافكت شات جي بي تي وبتافكت صوره، يعني بتافكت الدنيا كلها. فسبحان الله يعني جاي يبقى عندهم مشاكل وقت ايه التصوير بتاعنا. نكمل. هنا بقى هنبص على المقال بتاعنا. هو بقى فولو الانستراكشر بتاعتك، الانستراكشنز اسف قصدي ال4 او فولو عمل فولو للانستراكشنز بتاعتنا وقال لك ايه هي البرمجه بالديسكريبشن وبعد كده ملخص المقال وكتب الدنيا زي ما احنا شايفين. تعالى نفتح تاب جديده وهنختار بدل ما هنختار 4 او اللي هو الموديل العادي، لا هنختار بقى ريزونينج موديل، يعني موديل بيفكر. اختار مثلا O4 ميني هاي على سبيل المثال، وهاجي هنا بدل ما اقول له اكتب لي مقال عن البرمجه واقعد ادي في الديتيلز دي، هقول له لا، هاخد الكلام ده كوبي وبعدين هروح للريزونينج موديل كده وهقول له اكتب لي مقال عن البرمجه فكر فيه كويس بحيث يكون اسلوبه سهل ويجذب الناس تقرا اكتر عن مقالاتي. طب ايه الفرق هنا؟ الفرق هنا ان انا في الريزونينج موديل مش بديها التفاصيل والديتيلز اللي تمشي عليها، لان انا لو عملت كده انا بليمت
التفكير بتاع المودلز دي. تعال ندوس انتر ونشوف هيطلع لنا ايه. وعبال ما الكلام ده يطلع لنا، عايز اوريك حاجه في الدوكيومنتيشن تعتبر مهمه، او قبل ما نروح للدوكيومنتيشن، بص كده هو ايه ثينكينج، يعني هو بيفكر وهو مع نفسه انترنالي بيبتدي يشوف ايه الستبس اللي هيعملها. تعال نرجع للدوكيومنتيشن كده تاني سريعا. تعال كده نبص على الحته بتاعه الريزونينج وهدوس عليها كليك، وبعدين هختار ادفايس اون برومتنج، هدوس عليها كليك، وهتلاقي هنا بيقول لك علشان تقدر تبروفايد بيتر ريزلتس مع الريزونينج مودلز دي، هو عايزك تفكر فيها ان هو كسينيور كو وركر، يعني هو شخص سينيور عارف هو بيعمل ايه بالظبط. انت بس بتديله الهدف النهائي وهو هيقدر ياتشيف ليه بطريقته. لكن الجي بي تي مودلز التانية اللي ما فيهاش الريزونينج، اللي هي كانت ايه في الحالة بتاعتنا، لو احنا رحنا كده على مودلز وبعدين رحنا كده بصينا على جي بي تي 4، دي المودلز العاديه اللي مش بتفكر، لكن اي حاجه فيها كلمه او بوقت تسجيل الفيديو ده، دي الحاجات اللي بتفكر، يعني كلمه ريزوننج هنا هتلاقيها موجوده. فلذلك المودلز العاديه دي قال عليها ايه؟ قال لا، قال دي محتاجه، دي عامله شبه الجونيور، وانت محتاج تديها اكسبليسيت انستراكشنز تعمل ايه. مش بس كده، ومديك لينك كده لجايد تاني برضو حلو جدا اسمه الريزونينج بيست براكتسز، هنا بيشرح بقى بالتفصيل الكلام اللي احنا قلناه مع بعض. ايه الفرق ما بين الريزونينج موديل والنون ريزونينج موديل، وامتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده، وازاي تقدر تبرومت ريزونينج موديل بطريقه افكتيف. موضوع البرومت انجينيرنج، او ان انا اكتب برومت بناء على موديل معين او بناء على الكيس بتاعتي، الموضوع ده مهم جدا، ولسه ان شاء الله هينزل عنه فيديو في القناه، او ممكن يكون اوريدي نزل، فهسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن هنا. فلذلك فكره كتابتك للبرومت واختيارك للموديل مهمه جدا. انا قلت بس بما ان احنا بنتكلم على فكره اختيار الموديل، فقلت اوريك للي حابب يقرا او يستزيد اكتر. وكده كده زي ما اتفقنا لسه هينزل فيديو ايه بالتفصيل عن فكره البرومت انجينيرنج. نرجع تاني بقى للمقال بتاعنا. هنا اهو بص كده، ده كده النتيجه بتاعته. ادي هنا صوتس هو فكر لوحده في 19 سكند. بص بقى التركية هنا في ايه الجميل او في الريزوننج موديل، ان الجول يعني هو حط مع نفسه الجول وقال ماشي، ده انت هنا غالبا هو عايز من 3 ل 4 باراجراف، ويكون structured approach، وكمان يفضل ان هو يكون ايه بيتكلم عن باست ريفرنسز وانترودكشن كده بسيطه. فالريزوننج موديل هو فكر في الحاجات اللي احنا ايه في الموديل العادي اضطرينا ان احنا نكتبها بالتفصيل. يعني هو هنا انا قلت له انا محتاج 3 سيكشن، وكل سيكشن منهم يبقى سطرين، وكمان عايز ملخص للمقال، واخر جمله عايزه تبقى ختاميه. لا، كل الكلام ده احنا ما فكرناش فيه، احنا سيبنا الريزوننج موديل هو مع نفسه يفكر في الكلام ده، وكتب الختام وكتب السيكشنز وكتب كل حاجه. فطريقه تعاملك مع الريزوننج موديل هتبقى مختلفه عن تعاملك مع الموديل العادي. طيب في تريكايه تانية هنا، ايه هي؟ الكوست او السعر. يعني احنا لو رحنا على كده المودلز بالمنظر ده، وليكن مثلا ادي جي بي تي 4.1 اهو فتحناه، وكمان تعالوا ناخد اللي احنا استخدمناه اللي هو O4 ميني. تعالى كده نسكرول بالمنظر ده، هتلاقي هنا الموديل مثلا جي بي تي 4.1 بيكلفك مثلا $2 بير ال 1 مليون اعتقد انبوت توكن، على ما اعتقد بالظبط كده. ال 1 مليون توكن بيكلف $2، والاوتبوت بيكلف ايه 8، ده جي بي تي 4.1. طيب تعال نبص بقى للريزونينج او 4 ميني. لو بصينا على الانبوت توكن او ال 1 مليون توكن بتاعه، بالرغم ان هو ريزونينج فيه ايه $1 والاوتبوت ب 4.4 كده بالمنظر ده، الريزونينج موديل هو يعتبر ارخص من الموديل العادي. ده كلام منطقي، ولكن مش دايما الحاجه الارخص هي الانسب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن تلاقي الريزونينج موديل بتغيب في الريسبونس، فيبقى كده عندك مشكله في الريسبونس في الليتنسي. ممكن كمان الكونتكست ويندو، يعني مثلا الكونتكست ويندو بتاعت الريزونينج موديل هتلاقي هنا مثلا 200,000 كونتكست ويندو. طب لو جينا بصينا على 4.1، لا ده هنا 1 مليون كونتكست ويندو. برضه عايزك تبص هنا على ايه، على فكره الانتليجنس والسبيد. هتلاقي هنا هو كل موديل قال لك هنا في ريزونينج، وهنا هاير، وهنا السبيد، وتقدر تقرا الديتيلز بتاعت كل موديل وهو بيسبورت ايه ومش بيسبورت ايه. حاجه كمان الحاجات اللي بيسبورتها الموديل نفسه، يعني مثلا هنا ال4 O4 ميني لو عملنا سكرول هنا تحت هتلاقي هنا ايه مش بيسبورت حاجه اسمها الويب سيرش تولز لما بتيجي وده اللي لسه هنشوفه مع بعض عن طريق الاي بي اي. نفس الكلام هنا لو بصينا ل 401 هتلاقي هنا ايه بيسبورت مثلا الويب سيرش تول. ففكره اختيارك للموديل مهمه جدا، والبرومت اللي هتكتبه ليه برضه مهم.
انا عارف ان احنا طولنا في الجزئيه دي شويه بالرغم من انها مش الكور بتاع الفيديو بتاعنا، ولكن هي جزئيه مهمه. تعالوا بقى نرجع للكود بتاعنا. انا لو جيت بصيت كده للكود، انا مستخدم جي بي تي 4.1، وده هيبقى غالبا بالنسبه لي يعني في الابلكيشن البسيط اللي احنا شغالين عليه ده، لا هيبقى بالنسبه لي هو كوست، بالذات لو انا بجرب حاجه مع نفسي يعني. فهل في حاجه ممكن تبقى ارخص؟ هيبقى في حاجات ارخص. فهتلاقي هنا في حاجات، او في الجزء بتاع الكوست اوبتمايزد مودلز، دي عباره عن سمولر فاستر مودلز ذات كوست ليس تو ران، يعني هي التكلفه بتاعتها ارخص. فانا هختار جي بي تي 4.1 نانو، لان هنا انت بتتكلم الانبوت ال 1 مليون عامل 10 سنت، طب هنا 4.1 انت بتتكلم هنا في 2 دولار، ففي فرق رهيب. فبالتالي انا بالنسبه لي هختار 4.1 نانو. فهاجي كده على الكود بتاعه هكتب 4.1 داش نانو. ومش بس كده، طبعا انت هنا بتتكلم السبيد او السرعه بتاعت الريسبونس، شايف انت كده مديها كام؟ هو مديها 5 مثلا. طب 4.1 مديه 3. طيب ال O4 ميني برضه مديه 3، فلذلك السرعه بتاعت الرد بتاعه هتبقى ايه؟ اسرع بكتير يعني. فتعالوا نرن تاني الكود ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. تمام، هنا رد عليا وايه، ورجع لي الريسبونس. اضيف حاجه كمان على حته اختيار الموديل، وهي في حاجه اسمها الموديل سناب شوت. يعني ايه الكلام ده؟ هروح على الدوكيومنتيشن، هختار تكست اند برومتنج، بعدين تعالى كده نسكرول على الجزء بتاع برومت انجينيرنج. الدوكيومنتيشن بتقول لك لما تيجي تستخدم موديل يفضل انك كمان تستخدمه بالتاريخ بتاعه، لان هم مثلا جي بي تي 4.1 ده هم اخر تريننج داتا حصلت عليه، واخر تعديلات هي حصلت مثلا بتاريخ 14/4. ممكن على نهايه السنه مثلا او على السنه الجديده يعملوا له تحديث يبقى 2026. طيب ده هيضرني في ايه؟ ده ممكن يضرني في البيهيفير بتاع الموديل، يعني البيهيفير او الريسبونس بتاعته يتغير، طريقه اجابته تتغير، طريقه التعامل معاه ممكن تتغير. فلذلك اوبن اي اي بتريكومند انك ايه، انك تركز في حته السناب شوت دي، ويبقى بالتاريخ. يعني دايما تحط التاريخ وانت بتستعمل هنا، يعني ما تسيبهاش جي بي تي 4.1 داش نانو وتسيبها كده عايمه، لا، يفضل ان يبقى فيه ايه، التاريخ. يبقى الموديل سناب شوت حاجه مهمه جدا. هرجع تاني بقى هنا للدوكيومنتيشن، هختار، انا ما يهمنيش بقى 4.1 في حاجه، احنا عايزين هنا نروح نختار اللي هو النانو. فنعمل سكرول تحت، ادي النانو. وريني كده اخر حاجه بالنسبه لك اللي هو ايه التاريخ ده، اللي هو 2025 شهر 4 14. يبقى انا هعمل كده داش 2025 شهر 4 يوم 14. نري رن الكود علشان نتأكد بس الدنيا مظبوطة. جميل، هنا رجع لي ريسبونس. يلا بينا بقى نبتدي نشتغل على فكرة الابليكيشن بتاعنا. ودلوقتي انا عايز اول حاجة ان انا عايز فاريبل كده يكون فيه اليوزر ديتيلز، اللي هو مثلا سنه، الوزن بتاعه، طبيعة الشغل بتاعته، يعني معظم الديتيلز اللي اي يوزر احنا محتاجينها منه علشان نقدر نطلع له دايت بلان وورك اوت بلان. فخلينا نبتدي بالورك اوت بلان، او اللي هي الخطه التدريبيه للشخص ده. هاجي هنا هقول فاريبل، هقول لنا مثلا اليوزر اندرسكور ديتيلز هتساوي، وبدل ما انا اكتب اليوزر ديتيلز بايدي، لا انا هستخدم ايه، كيرسون، ان هو يجنريت اليوزر ديتيلز دي. فانا هقول له هنا جنريت يوزر details like age, activity level, gender, weight، واي حاجه تانية as it will be feeded into a personal trainer prompt. ويلا بينا ندوس انتر ونشوف هيكتب لنا ايه. حلو جدا، تعالى كده ندوس اكسبت ونشوف القصه هنا. هو كتب لك هنا يعني من دماغه age gender weight height activity level، الهدف الفتنس كول اكسبيرينس ليفل الافيلابيلتي، يعني ادينا شويه ديتيلز ايه حلو. بس انا مش عايزها كشكل ديكشنري، انا هقول له هنا modify it to be string وادوس انتر ونقول هنا accept بالمنظر ده كده. جميل، يبقى احنا كده عندنا variable في اليوزر ديتيلز. هنا بقى هقول generate a work out plan for this user based on these details. وهنا ده هنخليه string formatted بالمنظر ده، هيبقى if string. بعدين هنباظي هنا ال user underscore details ونرن الكود ونشوف هيظهر لنا ايه. هنا ظهر لنا بالمنظر ده كده
قال هنا here is a beginner friendly 45 minutes workout plan، وادانا هنا ايه، يعني هو مديك هنا الويكلي ورك اوت سكيدجول اللي هو يوم الاثنين هتعمل كذا، يوم الثلاث هتعمل كذا. مديك تفاصيل برضه، مديك سامبل، يعني هو يعتبر الريسبونسز بتاعته ايه، مش وحشه، مديك شويه اديشنال تيبس، فهي تعتبر يعني كريسبونس شغاله. فتعالوا نقفل الكلام ده هنا، مش محتاجينه في حاجه. وهل ممكن نطلع ريسبونس افضل من دي؟ تعالوا نشوف ممكن نعمل الكلام ده ازاي. هنا هيجي معانا بارامتر تاني اسمه instructions بالمنظر ده كده. ايه بقى فكره الانستراكشنز دي؟ الهدف منها انك تقدر تغير التون او طريقه الكلام بتاعت الموديل. يعني انا مش عايزه يرغي كتير زي ما هو رغى كده، فانا ممكن اقول له ايه، ميك، او خلينا نكتب بقى مثلا برومت كده you are an experienced personal trainer and you are so friendly for beginners مثلا. تعال نرن الكود ونشوف ايه اللي هيطلع. ايرور علشان ما عندناش كوما، فتعال نحط الكوما ونري رن الكود تاني. جميل. هنا بقى هتلاقي الاجابه بتاعته قال لك here is a beginner friendly، يعني ابتدى يختلف طريقه التون بتاعته او طريقه الكلام بتاعته. مش بس كده، انا ممكن كمان مثلا اقول له ايه، اثر كمان الايه الاجابه بتاعتك make your answers short. وتعالى نري رن الكود ونشوف ايه اللي هيطلع لنا. تعالى كده نطلع نبص، هتلاقي هنا الاجابه فعلا بقت اصغر، وبقت ستريت تو ذا بوينت على طول، اللي هو الدي الاول اعمل كذا، الدي الثاني اعمل كذا، الدي الثالث اعمل كذا. فلذلك فكره الانستراكشنز هنا، انت تقدر تدي انستراكشنز او تعليمات قبل البرومت الاساسي بتاعك، يعني بحيث ان الموديل بيهيفير يتغير زي ما شفنا مع بعض في الدوكيومنتيشن. لو رحنا على messages rules and instruction following، هتلاقيه هنا هو بيديك ايه القصه او البارامتر بتاع الانستراكشنز ده ايه لازمته يعني. واحنا زي ما اتفقنا هو الهدف منه ان هو ايه، ان هو يغير البيهيفير بتاع المودلز. لغايه دلوقتي الدنيا جميله جدا. دلوقتي بقى تعالوا نروح على الداشبورد بتاعتنا، افتحها كده في تاب جديده، وبعد كده عندي هنا حاجه اسمها لوجز. طب ايه فكره اللوجز دي؟ هي بتوريك الريكوستات اللي انت عملتها لاوبن اي اي. فلو احنا جينا فتحنا كده هتلاقي هنا ايه، السيستم انستراكشنز يو ار ان اكسبيرينسد بيرسونال ترينر. الله، الكلام ده كان جاي منين؟ جاي من الانستراكشر بارامتر. جميل جدا. طيب واليوزر انبوت بقى، او الانبوتس اللي اتكتبت اللي هو الكلام ده كله، وبعدين ده الاوتبوت. والكلام ده اتكلف معاك مثلا كله على بعض، او التوتال توكنز هنا كلها على بعض هي 388 توكن، اللي هو الانبوت منهم كام والاوتبوت منهم كام. فالتاب بتاعت اللوجز دي مهمه وحلوه، انها توريك ايه اللي حصل على الاي بي اي بتاعتك وانه موديل احنا عملنا له ايه كول. ايه تاني برضو ممكن يكون معانا مهم، وهي اليوزج اللي هو الاستعمال بتاعك. لان خد بالك في الاي بي اي فري يوزج، يعني في فري تير، انك لو باين على ما اعتقد ما عدتش ال 120 دولار في الشهر فهيحاسبك فري. يعني الدولار والسنت ده غالبا فري، والله اعلم. لان كان عندهم سيكشن بيتكلم على انك ازاي تبقى في الفري تير، يعني الكلام ده ايه ما يتحسبش يعني عليه. فهو هنا بيوريك انا في خلال النهارده، اللي هو النهارده انا كده لغايه دلوقتي مثلا ايه، او سوري من يوم 8 انا اسف، استخدمت دولار. النهارده بقى لسه هنشوف في التشارت هنا، ممكن لما هو بقى يظهر هنا هتلاقي هنا يوم 10 اهو اقل من ايه، من 1 من 100 سنت او حاجه زي كده. ونفس الكلام بقى انت ايه في بقيه الاستاتستكس دي او بقيه الداتا دي، انت تقدر تشوف ايه الاستعمال بتاعك. فيبقى احنا كده خلصنا اليوسج، خلصنا اللوجز، وشوفنا كمان مع بعض الايه الجزء بتاع الاي بي اي كي. نقفل بقى التاب دي، احنا مش محتاجينها في حاجه دلوقتي. نرجع تاني للكود بتاعنا. دلوقتي الكود ده فيه مشكلتين. ايه هما المشكلتين بقى؟ واحد، ان الانستراكشنز تحس انها قصيره كده ومحطوطه كلها في سطر واحد هنا، دي المشكله الاولى. المشكله الثانيه ان اليوزر ديتيلز او تفاصيل اليوزر هي بالنسبه لي ثابته. فانا ليه طالما حاجه ثابته شبه دي ليه ما تتحطش في الانستراكشنز؟ ليه انا حطيتها في الانبوت؟ فالصح بتاع الموضوع ده ان الحاجات اللي ستاتيك دايما تحطها في الانستراكشنز، والحاجات الدايناميك اللي ممكن تتغير، يعني انا السؤال هنا نفسه اللي انا بساله لللارج لانجويج موديل ممكن يتغير. ممكن هنا اقول له جنريت ورك اوت بلان مثلا اور ويك، او ممكن اقول جنريت
دايت بلان، ممكن اقول جنريت حاجه تانية خالص. فالحاجات الدايناميك دايما تخليها في الانبوت، لكن الحاجات الستاتيك دايما تخليها في الانستراكشنز. طب ليه؟ لو رحنا على الدوكيومنتيشن وبعد كده عملنا سكرول تحت للجزء بتاع بيست براكتسز اللي هو هنا، هتلاقي في حاجه اسمها برومت كاشنج. مش بس كده، لو بصينا في المودلز هنا كان في حاجه اسمها ايه؟ كاش ذا انبوت، وبيحاسبك هنا بسعر ارخص من سعر الانبوت العادي. الفكره ان انت لما بتحط الاستاتيك داتا في بدايه البرومت بتاعك، الكلام ده بيحصل له كاشنج في اللارج لانجويج موديل، فبالتالي ده بيقلل عليك الليتنسي، او ان هو الموديل يرد عليك بشكل اسرع. يعني ده بيخلي الموديل يرد بشكل اسرع، وكمان بيقلل عليك الايه، الكوست او التكلفه. طيب ايه الدليل على كده؟ اهو بص كده، هتلاقيه هنا هو كاتب لك لو سمحت حط الستاتيك كونتنت لايك الانستراكشنز and the examples at the beginning of your prompt. ولكن الدايناميك داتا دي هتحطها ايه في الاخر خالص at the end. لو عايز تعرف اكتر عن البرومت كاشنج وهو شغال ازاي، فانا هسيب لك لينك المقال ده انت تقراه براحتك. ولكن احنا يهمنا ايه دلوقتي؟ ان الستاتيك داتا بنحطها فوق، وبعدين الدايناميك داتا او الاسئله المتغيره بنحطها كايه، كيوزر انبوت. فتعالوا بقى نظبط الكلام اللي احنا كاتبينه في الكود ده. فانا اول حاجه كده هروح اكريت فايل جديد اسمه prompt.txt بالمنظر ده كده، وهاخد البرومت بتاعي اللي هو مثلا you are an experienced مش عارف ايه بالمنظر ده، هاخده هنا كوبي، وبعدين هعمل له بيست، وبعدين هنا عايزين نقول هنا مثلا ان اليوزر ديتيلز هتبقى بالمنظر ده. يبقى انا كده عندي هنا ملف التكست اللي فيه البرومت خلاص. طيب واليوزر ديتيلز اتفقنا ان احنا ايه، هنشيلها من هنا، وكل اللي هنعمله ايه، هنقول هنا جنريت ورك اوت بلان. يبقى ده الانبوت اللي احنا هنديه لللارج لانجويج موديل. فاضل ان احنا نظبط الانستراكشنز هنا انها ايه، تقرا من البرومت دوت تكست. فممكن نعمل حاجه زي دي ازاي؟ باختصار شديد هروح جاي مستخدم كيرسور عشان اريح دماغي من القصه دي. هقول له هنا read at prompt.text and replace user underscore details with user underscore details variable بالمنظر ده، وادوس انتر واشوف هيعمل لي ايه كيرسور في السطر ده. جميل جدا، هو راح هنا ما عملش اي حاجة خالص. هقول له هنا I want to read the actual file not just get its content. انتر. جميل جدا، كتب لي هنا ايه ان هو هيوبن الفايل، بعد كده هيريد منه اللاينز بتاعته كلها، بعدين هيريبليس اليوزر ديتيلز بالفاريبل بتاع او الديتيلز بتاعت اليوزر. تعال ندوس اكسبت ونري رن الكود ونشوف كده ايه اللي هيحصل. ادي رن زي الفل قوي، هنا كتب لي كل حاجه والورك اوت بلان والدنيا بتاعتي زي الفل. خلاص يبقى احنا كده استفدنا ايه؟ اولا بقت الانستراكشنز هنا الجزء الاستاتيك بقى خلاص في الانستراكشنز، والجزء الدايناميك هنا اللي هو الاسئله بقى اللي انا عايز اسالها بناء على الانستراكشنز دي هيبقى هنا. بلس ان احنا كمان بقى عندنا ايه، ملف تكست في البرومت. وهنا بقى نرجع بقى تاني لقصه البرومت. انا عايز اكتب دلوقتي برومت يكون نوعا ما كويس، وفي نفس الوقت انا معرفش برومت انجينيرنج، فانا هعمل القصه دي ازاي؟ هنا هوريك تو اوبشنز بصوت، ونفس الفكره دي هتلاقيها في شركات اخرى زي مثلا شركه انتروبيك. واول فكره معانا ان انا ممكن اخلي كيرسور هو اللي يكتب لي الايه، البرومت ده. طيب فهنا ممكن نختار موديل زي ايه مثلا. على سبيل المثال انا هختار كلود سونيت اللي هو الثينكينج موديل، علشان مش عايز افكر في الستبس اللي هكتبها. وهختار الايجنت مود، فهقول له هنا write a prompt for a personal trainer coach that will make workout plan and diet plan and user details will be passed from main.by, so don't modify main.by, only modify at prompt.text. ملحوظه بسيطه بس، لان في بعض الاحيان المودلز ممكن تروح تعدل فايلات انت مش محتاج انها تعدلها، فانا بكتب زي جارد، يعني جارد برومت او بجارد او زي بمنع الايه، ان
ان الموديل يعدل الفايلات اللي انا مش محتاجها. تعال ندوس انتر ونشوف المعلم ده هيطلع لنا ايه. طبعا هو دلوقتي بيسync، وده خد بالك ان ده ايه، في ريزونز. اول لما تلاقي كلمه السوتس احنا خلاص بقى عرفنا الريزوننج موديلز انها بتبتدي ايه تفكر، وهي اللي بتقول ايه الخطوات اللي هتعملها. فلو احنا فتحنا السوتس كده هتلاقيه هو هنا ايه بيقول لك هنا بيديفاين بقى الستبس بتاعته. جميل جدا. هنا هو خلص وكتب لنا برومت، قال يو ار ان اكسبيرينس اند سيرتيفايد بيرسونال ترينر، عندك اكسبيرينس في النيوتريشن وفريندلي وانكرنجنج ومش عارف ايه، الابروتش بتاعك السيفتي ومش عارف ايه، اول لما تكريت الورك بلان اعمل كذا اعمل كذا. طبعا يعني هو اكيد البرومت اللي هو طلعه احسن من السطر اللي انا كنت كاتبه فوق. هدوس اكسبت خلاص. وطبعا انت تقدر تعدل بقى في التفاصيل دي براحتك. وهنرجع تاني للكود بتاعنا وتعالى نجرب نري ران الكود بتاعنا ايه بالتعديل بتاع الموديل. الكلام ده كان قبل التعديل بتاع الموديل. جميل خلاص. وتعالى نشوف بقى بالتعديل اللي احنا عملناه يا ترى هيطلع لنا ايه. جميل جدا. هنا بقى طلع لنا بعد التعديل هتلاقي هنا بقى ايه تفاصيل اكتر. مديك تفاصيل عن المين ورك اوت بدل ما كانت الدنيا شورت قوي. مدي كمان تفاصيل عن انك تعمل استرتشات بعد لما تخلص الورك اوت. مديك تفاصيل انك تسخن ازاي. يعني بقت اصبح الدنيا ايه بالنسبه لي كاوت بوت اظرف بكتير. زائد كمان مدي ايه اديشنال تيبس اللي هو يعني زي ملحوظات زياده او حاجات انت ايه حابب تعملها زياده. فيبقى كده دي الطريقه الاولى ان انا اقدر جنريت برومت، فانا اقدر جنريت الكلام ده من الكود. طيب هل في طريقه تانية؟ في طريقه تانية. ان انا هروح كده على البلاي جراوند، هدوس كليك على البلاي جراوند، وبعدين هتلاقي هنا ايه برومتس. خلاص احنا هنا شغالين بايه ب 4.1 نانو اللي هو خد بالك السناب شوت اللي هي ايه 2025 14. فانا هخلي الموديل ده هو اللي جنريت البرومت بتاعي، وده مش ريزونينج موديل يعني مش بيثينك مش بيفكر. فبالتالي المفروض هنا وانا بقول له جنريت البرومت بتاعي انا اللي المفروض اديله الانستراكشنز. فممكن ده ما يبقاش اظرف حل لان هو يجنريت الايه البرومت بتاعي. بس خلينا نجرب احنا مش فارق معانا ده دلوقتي. انا حبيت بس اوريك الطريقه التانية. هدوس كده على العلامه دي، وبعدين هنا هو بيقول لك انت عايز الموديل ده يعمل ايه. هقول له هنا بيرسونال ترينر that will make diet plan and workout plan for users and will be given user details. خلينا برضو نقول هنا ايه فريندلي علشان ايه يرد معانا بطريقة فريندلي. وادوس هنا كرييت وتعالى نشوف الراجل ده هيطلع لنا ايه. طبعا طلع ايرور. ليه بقى طلع ايرور؟ لان احنا عندنا مشكلة اصلا في الاوبن اي بي اي. فنرجع تاني ونحاول نجرب ان هو يريجنريت تاني البرومت. الاي بي اي جايه تقع في اليوم اللي انا جاي بسجل فيه. سبحان الله يعني. برضو اظهر ايرور. فلذلك هنضطر ان احنا يعني اوريك نفس الفكره بس مع شركه انتروبيك. روح على console.anthropic.com ودي شركه انتروبيك. بعدين هتلاقي هنا generate prompt، هدوس عليها كليك. بعد كده قول لي ايه التاسك بتاعتك اللي انت عايز تعملها. فانا هقول له هنا ان انا عايز friendly personal trainer that generates workout and diet plan based on given user details. وبعدين هدوس generate وتعالى نشوف هيطلع لنا ايه. جميل جدا. طبعا اداك برومت فيه تفاصيل برضو جميلة جدا وبياخد منك اليوزر ديتيلز وبياخد منك بعد كده الجول او ايه الهدف بتاعك، هل هو دايت بلان، هل انت عايز تخسر وزن او القصة دي. فكلام جميل يعني. فانت تقدر بقى تقارن مثلا تاخد البرومت ده كوبي وبعدين تحطه هنا مثلا في بدل برومت دوت تكست وتقارن الريزلت يعني بتاعت البرومت الجينيريتد عن طريق مثلا انتروبيك او عن طريق اوبن اي اي هنا. بس للاسف هو مش شغال دلوقتي. وتشوف هل اللي انت عملت له جنريت عن طريق الكود هل افضل او مش افضل. انا عن نفسي صراحه ببتدي على طول باللي في الكود وبشوف لو هو محتاج يتعدل او مش محتاج يتعدل، لان ما بحبش حته الايه الكونتكست سويتشنج. بس انت حر طبعا. انت ممكن يا تستخدم يعني ممكن يبقى انت هنا في الكود بتاعك احنا بنستخدم هو اوبن اي اي. بس انا عاجبني ان انتروبيك
في البرومت جنريشن مثلا بتاعهم تلاقيهم افضل، او طلع لك برومت افضل. فبالتالي الاختيار بتاع هل استخدم اليو اي في ان انا جنريت برومت او ان انا استخدم الكود في ان هو يجنريت برومت، ده بيرجع لك. جرب ده وجرب ده، وفي الاخر شوف الريزلت الاحسن ليك. انا دلوقتي هسيب اللي في الكود زي ما هو بدون اي تغيير. ودلوقتي تعالوا نري ران الكود تاني ونشوف ايه الريسبونس اللي راجع لنا. تلاقي هنا الريسبونس زي ما احنا شفنا اهو، الدي الاول، الدي التاني، الدي التالت، يعني عباره عن تكست تحت بعضه بالمنظر ده. ودي ريسبونس كويسه مش وحشه، ولكن في بعض الاحيان انا ببقى عايز structured output او structured response. يعني انا عايز اتعامل مع جيسون اوبجكت. دي ممكن كيس تجي لي، يعني انا مش عايز تبقى الريسبونس بتاعتي تكست بالمنظر ده. انا عايز يبقى في ديتيلز كده للريسبونس بتاعتي، ما تبقاش unpredicted اوتبوت، لا يبقى حاجه بريدكتد. انا عارف ان في جيسون اوبجكت هيرجع لي بالمنظر الفلاني او بالمنظر العلاني. طب هنعمل دي ازاي؟ وهنا بيجي دور الستراكشرد اوتبوت. لو رحنا على الدوكيومنتيشن كده بالمنظر ده وعملنا سكرول فوق واخترنا structured output، الفكره بتاعت بقى الستراكشرد اوتبوت ايه؟ ان الريسبونس اللي راجعه لك من اللارج لانجويج موديل هتبقى انت عارف فيها ايه بالظبط. تعالوا نطبق الكلام ده بشكل عملي. نرجع للكود بتاعنا وتعالى كده، بدل ما الريسبونس بقى بترجع لي تكست، لا انا مش عايز الريسبونس ترجع لي تكست، انا عايز الريسبونس ترجع لي structured. فهعمل اول حاجه ايه؟ ان انا هقول هنا from Pydantic import base model. ايه بقى قصه بايدانتك دي؟ دي عباره عن باكج الوظيفه بتاعتها هي الداتا فاليديشن، يعني انها تتاكد ان انواع الداتا تكون مظبوطه زي ما انا عايز. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نطبق عملي ونشوف الاستخدام بتاعها مع اوبن اي اي هنا هيبقى عامل ازاي. هي باي ديفولت بتبقى نازله مع الباكج بتاعت اوبن اي اي، او بمعنى اخر بما ان احنا عملنا انستول للباكج بتاعت اوبن اي اي، فاوبن اي اي بتعتمد على بايدانتك. يجي هنا بقى نشوف هنستعملها ازاي. هقول عندي كلاس اسمه ورك اوت بالمنظر ده، وده بينهرت من بيز موديل. انا محتاج بقى في الريسبونس بتاعتي الاتي، محتاج مثلا الورك اوت ده اسمه ايه، فانا هقول هنا النيم نوعه string. وايه تاني؟ محتاج مثلا المجموعات اللي انا هعملها، فهقول هنا مثلا السيتس تبقى انتجر. ومحتاج كمان الريبس او اللي هي العدات في كل مجموعه هتبقى برضو انتجر. ومحتاج هرست برضو قد ايه، بس المره دي هنسيبها ايه string، لان انا ممكن ارست او اريح ما بين المجاميع دي دقيقه دقيقتين ثلاثه، فانا هسيب الريست بتاعتي بسترنج. يبقى ده شكل الريسبونس اللي انا محتاجه. انا مش محتاج الريسبونس اللي هي ايه التكست اللي كانت بترجع لنا قبل كده. طب هعمل ايه بقى؟ ازاي استخدم الكلام ده؟ هروح جاي نازل هنا، وهروح جاي بدل ما بقول client.responses.create هقول client.responses.parse. طب الكلام ده جبناه منين؟ الكلام ده جبناه من الدوكيومنتيشن اللي هي الصفحه دي. قال هنا ايه؟ هتستعمل دوت بارس، فهنقول هنا دوت بارس. طيب ايه تاني؟ هتيجي هنا في بارامتر جديد معانا اسمه text underscore format. هاخده كوبي كده وبعدين اعمل كوما، اعمل بيست. بياخد هنا مني الكلاس اللي هو بيكستند او بينهرت من البيز موديل بتاع بايدنتك. فلذلك انا هنا هختار الايه اللي هو الكلاس الورك اوت اللي احنا عملناه مع بعض، وهقول بيست. طيب ايه تاني؟ بس مش فاضل بس غير ان انت بدل ما بتقول response.output text هتقول response.output parsed. فانا هقول هنا response.output parsed. وتعالى نرن الكود ونشوف ايه اللي هيطلع. بص بقى الفرق ايه اللي حصل هنا. رجع لي النيم زي ما انا قايل فوق، يبقى ادي كده اسم الورك اوت، ورجع السيتس بالمنظر ده كده، ورجع الريبس برضو قال لي عليها، ورجع الريست تايم قال 13 seconds between every set. طيب هنا في مشكله بسيطه. ايه هي المشكله البسيطه؟ ان هو رجع لي ورك اوت واحد بس. طب انا مش عايز كده، انا عندي اكتر من ورك اوت. فهنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا ونديفاين كلاس تاني اسمه ورك اوت بلان، وده بيكستند برضو من بيس موديل. وبنقول هنا البلان هي عباره عن ليست من الورك اوت بالمنظر ده كده، بس بدل القوسين دول هيبقى اللي هم البراكتس العاديين مش القوسين التانيين. وتعالى نري رن الكود ونشوف ايه اللي هيظهر. برضو ظهر هنا ورك اوت واحده بس، لان انا قايل هنا التكست فورمات بتاعنا
قايل ورك اوت مع انه المفروض يبقى ايه ورك اوت بلان بدل ورك اوت. فانا هقول هنا ورك اوت بلان، بعد كده نري رن الكود تاني ونشوف ايه اللي هيظهر. انا مش محتاج بقى للتري دلوقتي تبقى جنبي، فهنقفلها زي الفل. هنا بقى اظهر لك بقى، بص بقى هنا البلان عباره عن ايه. الورك اوت الاسم بتاعه، ترست فيه قد ايه، الريبس نفس الكلام. هنا الورك اوت الاسم بتاعه، السيتس فيه قد ايه، الريست، وهكذا. فاصبح بقى عندك structured output، يعني انت عارف ايه الاوتبوت اللي الموديل هيرجعه لك. فانا ممكن فانا ممكن هنا بقى ايه ابتدي الوب على البلا اللي هي بروبرتي بتاعه البلان. يعني أنا لو قلت اوتبوت بارس دوت بلان بالمنظر ده وتعالى نري رن تاني، هتلاقي هنا ايه دايما بقى عندك البروبرتي بتاعه البلان، وهي عباره عن ليست انت تقدر تعمل عليها لوبينج براحتك. ففكره الاستراكشرد اوتبوت دي ممكن تحتاجها لما يبقى انت عايز تعرف بالظبط ايه الاوتبوت اللي انت عايز ايه تطلعه. عايز اضيف بس تريكايه بسيطه على حته الاستراكشرد اوتبوت. تعالى كده نفترض ان انا اليوزر مثلا بتاعي ما كتبش جنريت ورك اوت بلان، مثلا كتب تيل مي اجوك. يعني هو اليوزر بتاعي كتب حاجه تانية خالص غير جنريت ورك اوت بلان. فتعال نشوف ايه اللي هيحصل. نرن الكود، طلع حاجه تانية خالص، اللي هو واي ديد ذا سكير كرو، مش عارف حاجه تانية خالص، وسيتس واحد والريست مفيش. طيب نري رن تاني برضو نفس الكلام. طيب دي ممكن نحلها ازاي مع الاستراكشرد اوتبوت؟ عايزك توقف الفيديو وتحاول تفكر في حلول، ولكن انا هوريك طريقه من احد الحلول اللي ممكن نعملها. جاي كده في الورك اوت بلان بتاعتي، وهروح جاي اقول هنا الايرور بالمنظر ده، ده عباره عن string. خلاص هضيف هنا بروبرتي اسمها ايرور. وتعالى نري رن الكود تاني، ادي ري رن، نشوف كده الري رن بتاعنا هيحصل فيه ايه. مفيش اي حاجه خالص اتغيرت لان انا قايل دوت بلان. فتعالى نشيل دوت بلان دي خالص ونري رن تاني. هنا قال لك الايرور فاضي، بس الورك اوت برضو ايه هو كاتب يعني هو بيقول النكته كاتبها هنا في النيم، ومش هو ده اللي انا عايزه. طيب احنا عندنا هنا البروبرتي اللي هي بتاعت الايه الايرور هنا في الورك اوت بلان. انا عايز اقول لما اليوزر يدخل اي حاجه غير ان هو يطلب ورك اوت بلان، عايزك تملى البروبرتي بتاعت الايرور. طب دي ممكن نعملها ازاي؟ هنا بقى يجي التعديل على البرومت بتاعنا. هروح رايح للبرومت كده وهقول لكيرسور when user details anything else than workout plan or diet plan, I want to guard this prompt to fill the error property inside main.by for workout plan class. وتعالى نشوف كيرسور هيعدل الفايل ازاي. وهنا هختار edit full file، وبعدين هدوس كليك، وتعالى نشوف ايه اللي هيتم. جميل جدا. قال هنا ايه guard to check if user detail is for workout plan or diet plan if workout not in user details. طبعا هو طلع اجابه وحشه جدا، وغالبا بسبب ان كيرسون مش راضي يديني هنا اوبشن ان انا ايه اعدل الفايل. فلذلك انا هريجكت، او خلينا كده نريجكت الاجابه دي ونعمل كنترول زد. مفيش حاجه راضيه تحصل. تعالى نقفل ده خالص وتعالى نستخدم الشات موديل. وهفتح هنا الشات موديل بتاعي، وهنا انا مش محتاج ان انا استخدم السينكينج موديل لان انا عارف انا هعمل ايه بالظبط. انا هقول له هنا modify this prompt to guard rails against any unwanted user inputs like tell me a joke and ايه ده سوري انا دوست انتر من غير ما اقصد. like tell me a joke and check main.by workout plan class where it has error property. وتعالى ندوس انتر ونشوف هيطلع لنا ايه. جميل جدا. هو هنا قام راح عدل على الورك اوت بلان. قال لك هنا الامبورتنت جارد ريلز يو اونلي ريسبوند تو فيتنس نيوتريشن. حلو جدا، بحيث لو اي حد ساله اي سؤال تاني، ولو اليوزر سأل على اي حاجه مش ريليتد للكلام ده، فانت هترد بايه؟ بان انا لو سمحتوا يا جماعه انا ايه مش عايز الكلام ده. فتعالى ناكسبت كل التشنجز دي. وتعالى نشوف كمان برضو مين دوت باي هو عدل لنا فيه حاجه. قال هنا ايه حلو، هو عمل تعديل برضو حلو هنا، خلى ان الايرور يبقى اوبشنال بالمنظر ده كده.
لان مش دايما الايرور بيحصل، ممكن يبقى اوبشنال. فدي فكره حلوه. تعالى نأكسبت الفايل وتعالى نري رن الكود بالمنظر ده كده، وتعالى نقفل الشات بالمره، احنا مش محتاجينه في اي حاجه. وخد بالك احنا هنا قايلين ايه؟ تيل مي اجوك. بص بقى الريسبونس اتغيرت ازاي. قال لك ايرور اما بيرسونال ترينر، انا ما اقدرش اساعدك في اي حاجه من الحاجات دي. طيب تعالى نشيل تيل مي اجوك ونقول له هنا جنريت ورك اوت بلان ونري رن الكود بالمنظر ده. زي الفل قوي بقى. هنا عندك الورك اوت بلان وما بقاش فيه ايرور. فلذلك فكره ان انت تلعب مع البرومت وتعدل عليه دي مهمه جدا. احنا عمالين نلف وبنرجع للنقطه بتاعت الايه؟ البرومت انجينيرنج. ويمكن احنا لغايه دلوقتي عرفنا بعض التكنيكس كده علشان ايه؟ نقدر نطلع باحسن اوتبوت، سواء في كتابه البرومت نفسه او في ان احنا نعمل جارد ريلز او نحمي الاستخدام اللي ما يكونش مقصود من اليوزر، او حتى اي استخدام سيء من اليوزر. دلوقتي بقى انا مش عايز الصراحه الاستراكشرد اوتبوت دلوقتي في حاجه، يعني مش فارق معايا خالص. فهرجع تاني للريسبونس العاديه بتاعتنا اللي هي بتاعت الايه؟ الاوتبوت اندرسكور تكست، ونري رن الكود بتاعنا علشان نتاكد بس ان الدنيا شغاله زي الفل، وما بقاش بيرجع لنا الكود ما بيبقاش الريسبونس ترجع لنا ايه؟ ستراكشرد. طيب لو بصينا كده للريسبونس، برضو ستيل الريسبونس بترجع ستراكشرد. والسبب في هنا هو هتلاقي البرومت بتاعنا. فاحنا هنروح كده للبرومت، هنقول كده نسيرش على الريسبونس فورمات. هتلاقي هنا في جزء خاص كيرسور ضافه بالريسبونس فورمات. انا الموضوع ده مش فارق معايا خالص، فانا هشيله دلوقتي من هنا، لان انا خلاص ما بقيتش شغال بالايه؟ بالستراكشرد اوتبوت. انا عايز اشوف عادي التكست عادي بتاعنا. جميل جدا. وهنا ايه؟ راجع تاني التكست ريسبونس بتاعتنا. طيب دلوقتي بقى احنا عملنا جنريت لورك اوت بلان، وعرفنا اليوزر بتاعنا اللي هو ده هيعمل تمارين ايه. عايزين بقى نطلع له دايت بلان، بس الدايت بلان دي هتبقى بناء على الورك اوت بلان. بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني واحد بيتمرن 5 ايام في الاسبوع، اكيد اكله مش هيبقى زي واحد بيتمرن يوم في الاسبوع، ده هيختلف عن ده. طب هنا انا ازاي اقدر اكتب الكود بتاعي بحيث ان يبقى معايا الستيت بتاعت الكونفرزيشن؟ يعني لان انت دلوقتي انت داخل في ايه؟ في كونفرزيشن ستيت مع اللارج لانجويج موديل. يعني الموديل محتاج ان يبقى عنده الذاكره بتاعت الورك اوت بلان، لان على اساسها هيجنريت دايت بلان. فهنا بيجي معانا ايه؟ الكونفرزيشن ستيت. روح على كونفرزيشن ستيت، وهنا في طريقتين، طريقه مانيوال وطريقه اوتوماتيك. ايه الفرق؟ ايه مميزات وعيوب كل طريقه؟ بالنسبه للطريقه المانيوال دي انت اللي بتمانج الهيستوري بنفسك، فبالتالي بتقدر تعدل على الهيستوري ده او تغير فيه. بمعنى ايه؟ تعال نسكرول لتحت وسيبك من الاسيستنت اي بي اي، لان الاسيستنت يعني انت لو بصيت كده ورحت على الاسيستنت اي بي اي هتلاقي ان الاسيستنت اي بي اي دي هيحصل لها ديبريكيشن. يعني اي حاجه فيها كلمه اسيستنت اي بي اي دي بنهايه 2026 او بنص 2026 هتتشال او هيحصل لها ديبريكيشن. فاحنا مش هنقرا الجزء ده، اكن الجزء ده مش موجود. هنقرا الجزء اللي بعده. احنا دلوقتي شغالين بالاس دي كي بتاعت اوبن اي اي، وبنستخدم الريسبونسز، تمام، اللي هي كلاينت دوت ريسبونس. فهو بيوريك هنا ازاي تقدر تمنتين الهيستوري مانيوال. ان انا اقول هنا مثلا اليوزر تيل مي اجوك، بعد كده الاسيستنت، وبقول هنا مثلا ان الاسيستنت رد عليه بجوك مثلا، او رد عليه بايه؟ بريسبونس يعني. بعد كده اليوزر هنا بيقول تيل مي انذر شوك. يعني من الاخر انت بتاخد الهيستوري معاك في ليست، وبتاخد الليست دي تبعتها لاوبن اي اي. دي الفكره بتاعت الكونفرزيشن ستيت، او ان انا احافظ على الكونفرزيشن ويبقى اوبن اي اي فاهم او عارف، عنده ميموري ان ايه الكونفرزيشن بتاعتنا كانت ماشيه ازاي. دي الطريقه المانوال. احنا هنشوف مع بعض الطريقه الاوتوماتيك هنعملها ازاي بقى. هاجي هنا هقول هنا عندي الريسبونس بتساوي كلاينت دوت ريسبونس، وخلاص هو جنريت خلص الورك اوت بلان بتاعته. جميل. وطلع لنا هنا ايه؟ الريسبونس. انا مش محتاج الريسبونس دي في حاجه. هنعمل كده دايت بلان ريسبونس هتساوي client.responses.create، وبعدين هناخد نفس الكلام ده هنا كوبي، هو كده كله كوبي، بعدين بيست. وبعدين هنا احنا مش عايزين ايه بقى؟ احنا مش عايزين ورك اوت بلان، احنا عايزين دايت بلان. تعالى نبرنت الدايت بلان ريسبونس دوت
output underscore text ونرن الكود ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. بص كده هو رجع بلان، بس في حاجتين عايز اقولهم لك هنا. الحاجه الاولى هو رجع structure، تمام، بالرغم من ان البرومت ما فيهوش اي حاجه عن الاستراكشر، صح ولا لا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه في الكود ده، هو فين هنا انا اديت يعني في الجزء ده فين المعلومات اللي انا اديتها وقلت بناء يعني جنريت الدايت بلان دي بناء على الورك اوت بلان او بناء على الريسبونس دي؟ فين الموضوع ده؟ ما عملناهوش. فتعالى كده علشان نثبت الكلام ده هروح للداشبورد بتاعتي، افتحها هنا كده في تاب جديده معانا، وبعدين تعالوا نبص على اللوجز. ادي كده اخر حاجه اللي هو جنريت ورك اوت بلان، لو فتحناه مع بعض ادي هنا مديك الايه كل ادي كده البرومت بتاعنا اهو، ده عباره عن السيستم انستراكشنز بالمنظر ده كده، وبعدين هتلاقي هنا ايه الاوتبوت اللي هو ده. فما فيش ده بالنسبه لايه، ده بالنسبه للورك اوت بلان، لان احنا هنا قايلين له ايه جنريت او ورك اوت بلان. طيب نروح بقى للدايت بلان، لو بصينا كده هتلاقي هنا ايه جنريت ا دايت بلان. طب فين المعلومات اللي بتقول ان في ورك اوت بلان اصلا عملنا لها جنريت؟ فين الكلام ده؟ مش موجود. زائد طب هو ليه رجع لي اجابه ستراكشرد اذا كان انا قايل له ما ترجعش اي حاجه ستراكشرد؟ يعني ايه السبب؟ والسبب للمشكله دي احنا مش عارفينه. طب هنعرفه ازاي، او هنعرف ليه هو ليه كيش هنا او رد بستراكشرد اوتبوت؟ ساعتها هنروح على اوبن اي اي ديفلوبر كوميونتي كده، ده بيبقى فيه او ده عباره عن الكوميونتي اللي فيه ايه اليوزرز بمشاكلهم باي اناونسمنت. ده عباره عن كوميونتي للايه للديفلوبرز. فانت تقدر تسيرش مثلا انا دلوقتي عندي مشكله ان الاستراكشرد اوتبوت كاشت بالمنظر ده. تعال نسيرش ونشوف ايه اللي هيظهر. هتلاقي مثلا ايه واحده من ضمن المشاكل دي اللي هي حاصله في نوفمبر 2024، هو واحد بيتكلم وبيشرح مشكلته ان في بعض الاحيان الاستراكشرد اوتبوت بتبقى كاشد، يعني هو لما بيجي يبعت تاني الريسبونس بيلاقيها كاشد، ودي غالبا الكيس اللي حصلت معانا. يعني احنا لو رجعنا لللوجز كده هتلاقي هو هنا مرجع لنا structured output بالرغم من ان مفيش اي structured output، وبرضه البرومت مش بيقول اي حاجه عن ان هو يعمل structure للريسبونس. فانت لما تحصل معاك حاجه ملهاش تفسير منطقي قوي او ملهاش لوجيك، حاول تدور في اوبن اي اي ديفلوبر كوميونتي، لان ممكن يكون في حاجه اوبن اي اي عاملينها هي اللي ايه اللي مسببه المشاكل دي. نرجع تاني بقى لللوجز بتاعتنا. احنا اتفقنا بقى ان لو رحنا للكود ان الريسبونس هنا دي لغايه دلوقتي ملهاش علاقه بدي. طب انا عايز اربط بقى واقول لا، انا عايز اقول ان الدايت بلان دي المفروض تطلع لي بناء على الايه الورك اوت بلان دي. هعملها ازاي بقى؟ هنا هيجي معانا بارامتر زياده اسمه previous response underscore id، وبيساوي response دوت الاي دي. وعلشان ما نتلخبطش انا هسمي دي الورك اوت ريسبونس، وهنا هيبقى ورك اوت ريسبونس دوت الاي دي. ايه بقى اللي انا عملته هنا؟ ان انا خليت ان الدايت بلان ريسبونس ببعت معاها الريسبونس بتاعت ايه الورك اوت ريسبونس. طب ده هيعمل لي ايه؟ ان اوبن اي اي لوحدها اوتوماتيكلي هتهندل القصه بتاعه الكونفرزيشن ستيت. طيب تعالوا نرن الكود ونشوف هيطلع لنا ايه. رن قال لي هنا ايرور، لا انا هنا محتاج ان انا ارن كده بالمنظر ده. جميل، ظهر هنا برضو حاجه ايه بالمنظر ده، ويعتبر مش هي دي الريزلت. هو برضو مازال مصر على فكره الاستراكشرد ريسبونس. هل بسبب ان الاي بي اي فيها مشاكل؟ ده احتمال، بس خلينا نعمل ري رن تاني. جميل، رد علينا هنا بايه بريسبونس بالمنظر ده كده. قال فيها الميلز وقال الديتيلز بتاعتها وهي ايديال لمين والسجستشنز بتاعته. يعني هو كده ابتدى يرد علينا بالريسبونس، بس برضه ستيل حته انها ستراكشرد دي. يبقى احنا هنا محتاجين ممكن يكون البرومبت بتاعنا فيه حاجه بتدل على ان هو ستراكشرد. فساعتها انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اخلي هنا كيرسور يتشيك check if there is any mention of responding with JSON structure. وهنا انا مش محتاج ان انا اشغل الايجنت مود، انا محتاج اشغل الاسك مود بالمنظر ده، لان انا دلوقتي مش محتاج اعدل على حاجه في الفايل ده، انا بس محتاج اسال كيرسور هو في ايه اللي بيحصل هنا.
طيب هو هنا انا عامل مشكله بسيطه ان انا ما حددتش قوي ان هو ايه يبص في البرومت، لان احنا زي ما اتفقنا اغلب المودلز اللي مش بتثينك هي انت محتاج تبقى ايه ستريكت معاها في الانستراكشنز. فانا هقول له هنا inside at prompt.text cause it's responding with JSON. حلو، يبقى هنا فعلا احنا كان في مشكله في البرومت بتاعنا في لاين 5. يعني هو بيقول لك هنا ايه لاين 5 بيمنشن ان احنا ايه empty. يبقى احنا كده كانت مشكلتنا في البرومت، ما كانتش المشكله في اوبن اي اي زي ما احنا كنا متوقعين. فلذلك هنعمل ايه؟ هنقول هنا نترن بقى تاني للايجنت مود، وهقول له هنا remove any mention of structured output inside prompt.text وندوس enter. طبعا ده يعني مهم قوي انك تراجع الحاجات اللي بيحصل لها جنريت من الاي اي، بالذات طبعا البرومتس او اي حاجه تانية. انا هنا المشكله اللي حصلت ايه، انا كنت بحسب انها من اوبن اي اي نفسهم، وده شيء وارد زي ما احنا شفنا في الكوميونتي، ولكن كانت المشكله الاساسيه معانا في البرومت، لان احنا ما راجعناش البرومت ولا راجعنا وراء الاي اي وشوفنا ايه الريسبونس بتاعته. بس طبعا الطبيعي ان احنا ايه بنراجع، لكن علشان احنا هنا مركزين اكتر على ان احنا نشوف الفيتشر بتاعت الاس دي كي، فما راجعناش على البرومت. فهو هنا خلاص شال القصه دي خالص. تعالى بقى نقفل الشات مش محتاجينه، ونري رن الكود ونشوف ايه اللي هيطلع. ادي كده ري رن. ماشي، هو برضو قال لي هنا ايه بليز اسك مور اباوت ورك اوت دايت ريكومنديشنز. هو انا مش عارف هو ماله عامل هلوسينيشن قوي كده ليه، يعني لان انا سأله سؤال بسيط قوي، انا بقول له جنريت ا دايت بلان، بس هو برضو مصر على ان هو ايه ما يرجعليش الدايت بلان. فتعال نري رن تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. ماشي، هو مازال برضو بيرد عليا بنفس الريسبونس. تعالوا نجرب ان احنا يا اما هنعدل في البرومت يا اما نعدل في اليوزر انبوت. هقول مثلا رايت ا دايت بلان، نري رن تاني. ماشي، برضو مازال ايه بيرد بنفس الريسبونس. يبقى هنا كده غالبا البرومت فيه مشكله. يبقى انا هقول هنا there is a problem in the prompt, it keeps responding with كذا. خلينا ناخد الكذا دي كمان with الكلام ده. so fix the prompt. وتعالى هنا بدل ما بنستخدم كلود فور سونيت، تعالى نستخدم السينكينج موديل بحيث ان هو ايه يفكس المشكله. cause I'm asking. تعالى نضيف برضو ديتيلز شويه. write a diet plan and it keeps responding with the above. تعال ندوس انتر ونشوف هيعمل ايه. ماشي، هو اقترح دلوقتي تعديل علينا ان هو قال لك you only respond to fitness and health requested you specialized in كذا كذا كذا. ماشي، يعني هو بيقول لك هنا المشكله بتاعتك في البرومت ان هو ايه، ان هو كان very restrictive. يعني كان البرومت ايه هيرد بالظبط على ايه الاسئله دي بس مش اكتر من كده. فتعالى نأكسبت الفايل وبعد كده نروح نري رن الكود تاني ونشوف هيطلع لنا ايه بقى المره دي. جميل، هنا بقى رد عليا بقى اخيرا بدايت بلان اهي بالمنظر ده، اللانش الافترنون السناك مش عارف ايه واديشنال تيبس. طيب انا اللي يهمني دلوقتي لو رحنا على اللوجز وعملنا ريفريش كده، وبعدين تعالى نشوف رايت ا دايت بلان اللي هو اخر ريكوست احنا بعتناه. تعالى كده نسكرول تحت، هتلاقينا في ايه، في جنريت ورك اوت بلان، صح؟ دي اللي هي بتاعتنا. وبعدين قام رد علينا. بعد كده لو عملنا سكرول تحت هتلاقي هنا ايه رايت ا دايت بلان. الله، هو ايه اللي حصل؟ هو اشمعنى ده احنا هنا اهو، احنا هنا اهو رايت ا دايت بلان، صح ولا لا؟ لو عملنا سكرول تحت ليه فيها جنريت ورك اوت بلان؟ السبب وهو السطر ده. تعال نقفل الشات. هتلاقي هنا السطر ده ايه، بقول بريفيوس ريسبونس اي دي واديته الريسبونس بتاعت الورك اوت بلان. فبالتالي اوبن اي اي لوحدها فهمت تمام، انت كده كده عندك نفس الانستراكشنز واحده ثابته ما فيهاش اي تغيير، وانت اوريدي في الكونفرزيشن انت عملت ورك اوت بلان قبل كده، فانا هكمل على الكونفرزيشن دي وبعدين احنا بنقول هنا ايه رايت ا دايت بلان. فقام هو قام راح اخد بقيه الكونفرزيشن اللي هي اللي فاتت وكمل عليها فكانها سنجل كونفرزيشن. فبالتالي احنا معانا الهيستوري القديم بتاع الورك اوت بلان اللي حصل لها جنريت اللي هي دي
الويكلي ورك اوت ستراكشر دي اللي هي اللي طلعت لنا دي، احنا معانا الريسبونس دي في الكونفرزيشن، فبالتالي الدايت بلان اللي حصل لها جنريت كانت بناء، اللي هي الدايت بلان دي بناء على ايه؟ على الورك اوت بلان اللي فوق. فبالتالي لو انت عايز تحافظ على الكونفرزيشن ستيت هتستعمل يا اما الطريقه المانيوال اللي احنا شفناها مع بعض في الدوكيومنتيشن، او تستعمل الطريقه الاوتوماتيك اللي هي بتاعت البريفيوس ريسبونس اي دي. واتفقنا الطريقه المانيوال انت بتتحكم فعايز تبعت ايه في الهيستوري او مش عايز تبعت ايه، لان انت ممكن يبقى عندك كونفرزيشن طويله جدا فانت مش محتاج انك تبعتها كلها تاني. طب الطريقه الاوتوماتيك لا، انت بتريح دماغك خالص وبتروح جاي ايه تقول بريفيوس ريسبونس اي دي والدنيا انتهت على كده. طيب امتى اختار دي وامتى اختار دي؟ تعالى نرجع للدوكيومنتيشن كده ونروح على الكونفرزيشن ستيت. لو هنعمل سكرول تحت بيوريك هنا صوره جميله جدا، بيقول لك يعني انت في اول ريكويست اللي هو كان بتاعنا بتاع الورك اوت بلان اللي هو ده بالمنظر ده كان شكل الانبوت بتاعنا وده شكل الاوتبوت. طب في تاني مره ايه اللي حصل بقى؟ ان دلوقتي انت بقى معاك بقى الريسبونس القديمه، فايه اللي بيحصل هنا؟ الانبوت بيزيد، فالانبوت توكنز بتزيد، فبالتالي هيطلع اوتبوت. فانت تاخد بالك من حته الكونتكست ويندو. يعني انت فكره امتى هختار مانيوال او اوتوماتيك دي هتعتمد على الكونتكست ويندو. يعني انت مثلا حاجه بسيطه شبه دي انا مش محتاج ان انا مانيوالي امانج الهيستوري بتاعي، مش محتاج لحاجه زي دي، ده هما سؤالين وخلاص، بس السؤالين مرتبطين ببعض، فبالتالي الطريقه الاوتوماتيك بالنسبه لي هي الافضل. لكن لو الهيستوري بتاعي كبير او الكونفرزيشن بتاعتي طالت، خد بالك ان هيحصل لو انت ما عملتش مانج للكونتكست كويس هتلاقي يحصل ايه؟ ترانكيشن او يتقص كده من الاوتبوت زي الصوره دي قدامنا. وفي طرق ان انا اقدر امانج بيها اللارج كونتكست، بس مش ده موضوع الفيديو بتاعنا دلوقتي. تعالوا بقى نرن الكود تاني ونشوف كده ايه اللي هيحصل لو عملنا رن. هتلاقينا في عندي مشكله بسيطه، الا وهي ان انا بفضل مستني الريسبونس عبال ما ترجع لي، ودي كيوزر اكسبيرينس تعتبر مش اظرف حاجه، بالذات لو الريسبونس هتطول. فاحنا في اكتر من طريقه ممكن نعالج بيها الموضوع ده. اول طريقه معانا وهي الستريمنج. ايه بقى قصه الستريمنج دي؟ هروح على الدوكيومنتيشن وهدوس كليك على ستريمنج. الفكره بتاعتها ايه؟ انت دلوقتي لما بنروح نكلم شات جي بي تي او انتروبيك او اي حاجه من الحاجات دي بتلاقي كده الاوتبوت بيطلع جنريتد كتكست. يعني تعالى كده نروح مثلا على chat.open.ai وهقول له هنا تيل مي اجوك مثلا، وتعالى ندوس انتر. للاسف انا اخترت موديل ممكن ياخد وقت معانا، فخلينا ناخد موديل بسيط جي بي تي 4.1 مثلا ميني، وتعالى نري رن تاني تيل مي اجوك انتر. وعايزك تلاحظ هنا التكست اللي هيطلع هيبقى عامل ازاي، يعني وهو بيجنريت كده التكست خلينا نشوف هيطلع الدنيا فيها عامله ازاي. ما بانتش معانا قوي، فتعالى نقول له write along blog post about programming وتعالى ندوس انتر. بص كده ايه اللي بيحصل بقى؟ شايف اللي بيحصل ده هو عبارة عن ستريمنج، ان التكست كده ظهر كله ورا بعض، ما ظهرش مرة واحدة زي ما احنا عاملين في الابليكيشن بتاعنا. يعني احنا لما بنرن الكود ده مرة واحدة بتلاقيه ايه؟ يروح جاي تفضل انت قاعد مستني لغاية لما يجنريت الاوتبوت، ودي مش اظرف يوزر اكسبيرينس زي ما اتفقنا. فيلا بينا نستخدم الستريمنج مع بعض. انا دلوقتي مش محتاج الرن ده في حاجه دلوقتي، وعلشان استخدم الستريمنج هروح جاي عامل كده، هاجي اقول هنا ستريم بيكوال ترو، دي الخطوه الاولى. طيب الخطوه الثانيه دي ما بقتش بقى ورك اوت ريسبونس، دي هيبقى اسمها ورك اوت ستريم اندرسكور ريسبونس. وتعالى نكومنت بس دلوقتي مؤقتا الدايت بلان مش محتاجينها في حاجه. وبما ان ده ستريم فنقدر اعمل عليه روب، فنقول for event in workout stream response print الايفنت ده. وتعالى نري رن الكود ونشوف ايه اللي هيظهر. بص تلاقينا ايه؟ عمال يطبع ويطلع في ايه؟ في داتا. ايه الداتا دي او ده عباره عن ايه؟ دي عباره عن اوبجكتس راجع لي، يعني الايفنت ده عباره عن اوبجكت. طيب ايه قصه الاوبجكتس دي؟ لو عملت سكرول تحت هتلاقي هنا كل الستريمينج ايفنتس اللي بترجع لك من اوبن اي اي. بمعنى يعني بص كده ممكن يحصل ايرور اثناء الستريمينج، يعني انت ممكن تلاقي
يتبعت لك نص الريسبونس بس النص التاني ما يتبعتش فيه ايرور. مش بس كده، طب انا عايز اعرف امتى الستريم ده هيقف، امتى الستريم ده خلاص يعني مفيش تاني داتا جايه عندي. هتلاقي هنا برضو ايفنت لل بتاع ريسبونس كومبليتد ايفنت. وهكذا بقى، دي معظم الايفنتات اللي انت ممكن تحتاجها، وانت شوف هتبقى محتاج منهم ايه. طيب انا دلوقتي مش محتاج منهم غير ايه، اللي هو ده بتاع الاوتبوت ريسبونس دوت اوتبوت اندرسكور تكست دوت دلتا. يبقى انا محتاج ايه، ان هو يكون التايب ده ماشي. يبقى انا هاخد الكلام ده كوبي بالمنظر ده، بعد كده هروح للكود بتاعي وهقول هنا print event دوت تايب، وتعالى نري الكود ونشوف هيظهر لنا ايه. بص كده هتلاقي ايه التايبس بتاعت الايفنتات اللي عندنا كلها. تلاقي هنا اخر حاجه ايه ريسبونس دوت كومبليتد. طيب يبقى انا عايز اقول لو if، حط if condition if الايفنت دوت التايب equal response دوت دلتا response دوت output اندرسكور تكست دوت دلتا، اعمل ايه؟ عايزك تبرنت event دوت دلتا بالمنظر ده. بعدين تعال نريرن الكود، هتلاقي هنا ظهر ايه، ظهر المنظر ده. بس برضه ستيل ايه، الريسبونس بتيجي مره واحده، المفروض الريسبونس تيجي ايه واحده واحده. والسبب يرجع في كده بسبب التيرمينال اللي انا مستخدمها هنا، فهرجع للتيرمينال العاديه دي، التيرمينال سوري العاديه دي، ونرن البايثون سكريبت بتاعنا بالمنظر ده بايثون مين دوت باي انتر. تعال نشوف، بص بقى اللي بيحصل. شايف الريسبونس بترجع ازاي؟ بترجع كستريم، فبالتالي ما بقتش الريسبونس بترجع مره واحده. طيب احنا عايزين نحسن بقى الشكل، بدل ما هو طالع كده فاحنا ممكن نعمل كده كوما اند بي ايكوال فاضي. اند دي ايه وظيفتها؟ ان انا بقول له هنا ما تحطش باك سلاش ان، لان باي ديفولت لو رحنا كده هنلاقي الفانكشن بتاعت برنت الديفولت بتاعها هو باك سلاش ان اللي هو انزل سطر. عشان كده الكلام كان بعد كل حرف بينزل سطر. انا مش عايز كده، انا عايز ايه الكلام يجي جنب بعض. فبايثون مين دوت باي، تعالوا نشوف بقى اللي هيحصل. بص بقى الحلاوه دلوقتي بيحصل ايه، ستريمنج للريسبونس واحده واحده اكننا بنتكلم مع شات جي بي تي. فاصبح دلوقتي فكره الاستريمنج ان احنا مش بنستنى الريسبونس من الموديل تجي لنا مره واحده، لا هو بيحصل ستريم للريسبونس دي، فبالتالي اقدر ادي فيدباك كويس لليوزر. وده مش معناها ان دايما الستريمنج هو احسن من الريسبونس العاديه، ده بيعتمد على الكيس اللي انت بتحلها. لان ممكن تكون الكيس اللي انت بتكتبها هي مش محتاجه ستريمنج، هي محتاجه ان الريسبونس تيجي مره واحده، ولكن الستريمنج هي احد الافكار علشان نعالج بيها ايه، فكره ان اليوزر يبقى قاعد مستني ومفيش اي اوتبوت بيطلع له. تعالى بقى نرجع للدوكيومنتيشن. وكمان طبعا تقدر تستخدم الستريمنج مع الستراكشرد اوتبوت. يعني انت لو عندك ستراكشرد اوتبوت زي ما انت شايف كده، تقدر برضو تستخدم معاه ايه، فكره الستريمنج. نيجي بقى لفكره تانية برضو جميله جدا، وهي فكره الباك جراوند. هدوس كده كليك على الباك جراوند. في بعض الاحيان انت ممكن ترن تاسكس لللارج لانجويج موديل بتاخد وقت، ممكن تقعد ساعه، ممكن تقعد ساعتين، ممكن تقعد مده كبيره جدا. طب ايه حل موضوع شبه ده؟ احد الحلول دي وهو الباك جراوند مود، ان انا برن التاسك دي لللارج لانجويج موديل بقول له ارميها في الباك جراوند مود. فهو مديك هنا مثال ان انت مثلا عندك او 3 موديل، واتفقنا ان اي موديل بيبتدي بحرف الاو هو غالبا ريزونينج موديل، فهو بيفكر، فممكن ياخد وقت في الريسبونس. فمعنى ان هو ياخد وقت في الريسبونس ان ممكن يحصل تايم اوت، يعني ممكن التيرمينال كوماند بتاعي ده يضرب ايرور يقول لي تايم اوت. فتاسك شبه دي انا غالبا مش هرنها ايه سينكرونس، يعني مش هستنى منها الريسبونس. فعلشان كده بتيجي فكره الباك جراوند ان التاسكات دي بترن اسينكرونس. فتعال نشوف المثال اللي هو مديهولنا هنا، وبيورينا يعني ازاي نعمل فكره البولينج. ايه فكره البولينج دي؟ بمعنى تعال الاول نرجع هنا، مش عايزين خلاص احنا الستريم مش فارق معانا في حاجه، وهيبقى ده اسمه ورك اوت باك جراوند اندرسكور ريسبونس. وهنيجي هنا نقول برنت ورك اوت باك جراوند ريسبونس. هي دلوقتي دي شغاله كده سينكرونس، يعني انا هستنى الاوتبوت بتاعها، ده الطبيعي بتاعنا. انا مش عايز كده، انا عايز استعمل بقى الباك جراوند. فقال لي هنا خلاص هتاخد البارامتر اللي اسمه باك جراوند ده، هتقول هنا ايه بترو بالمنظر ده كده. وتعالى نرن الكود ده ونشوف ايه اللي هيظهر مع جي بي تي 4.1 نانو. رن بالمنظر ده، هو رجع لك ريسبونس
ورجع لك الاي دي بتاعها بس. يعني هو مرجع ريسبونس اوبجكت مش الريسبونس نفسها. يعني ده كده ده عباره عن ريسبونس اوبجكت، مش الريسبونس اللي هي كنا بنعمل فيها ايه، كنا بنقول اوتبوت اندرسكور تكست. لو عملنا ري رن تاني للكود مفيش حاجه، الدنيا فاضيه. طب ايه السبب في كده؟ ان الكلام ده حصل له رن في الباك جراوند. ماشي، احنا عملنا له رن في الباك جراوند زي ما احنا شايفين ومفيش ريسبونس راجعالي. طب انا لما يخلص بقى او لما يخلص بقى اللارج لانجوج موديل ده الشغل بتاعه، انا عايز بقى الريسبونس بتاعتي. هعملها ازاي؟ هرجع تاني للدوكيومنتيشن، وهنا بتيجي احد الافكار وهي ان انا اتشيك الباك جراوند تاسك دي كل فتره. الفكره دي اسمها البولينج. يعني ايه البولينج؟ ان انا كل شويه بروح يا اوبن اي اي خلصتي التاسك دي ولا لسه، يا اوبن اي اي خلصتي التاسك دي ولا لسه. كل شويه هفضل ايه ابينج اوبن اي اي. بمعنى ايه الكلام ده؟ تعالى ناخد الكود ده كوبي بالمنظر ده كده خالص اهو، وبعدين نعمل له بيست عندنا، وتعالى نعمل عليه بقى التعديلات بتاعتنا. اولا احنا عندنا هنا ايه، دي اسمها ورك اوت باك جراوند ريسبونس مش ريسبونس. فاحنا هنقول هنا هنشيل كل الكلام ده بالمنظر ده كده. وبعدين السليب دي عباره عن فانكشن هعمل لها امبورت فوق بالمنظر ده. ايه بقى الفكره بتاعه اللوب دي؟ تعالى نرن الكود وبعد كده نشرح الفكره بتاعه اللوب دي. يلا بينا نعمل ران. انا دلوقتي بس كل اللي عملته اخدت الكود كوبي بيست، لسه معرفش الفكره بتاعته عباره عن ايه. هنا في مشكله برضو عندي عن التيرمينال، فتعالى نري رن الكود هنا. ادي بص كده عمال يقول لي ايه current status queued current status queued. يعني ايه؟ يعني الجوب دي او التاسك دي هي شغاله دلوقتي او اللارج لانجوج موديل شغال عليها. طب ايه بقى اللي انا بعمله؟ اللي انا بعمله ان انا عامل وايل لوب. بقول هنا يا ورك اوت باك جراوند ريسبونس انت الستاتوس بتاعتك كيود، تمام. بعدين بروح جاي نازل اعمل برنت، فعلشان كده بيظهر لنا ايه current status queued بالمنظر ده كده، انها لسه في الكيو بتاع اللارج لانجوج موديل. كيو ده اللي هو يعني ترجمتها من انجليزي لعربي ان التاسك دي لسه في الطابور، لسه ما حدش اشتغل عليها. جميل. بعدين بقول هنا sleep 2 seconds، يعني بوقف الاكسكيوشن بتاع السكريبت لمده ثانيتين. طب بعدين بقول هنا client responses dot retrieve، يعني انا هنا بقول يا اوبن اي اي او بروح اكلم اوبن اي اي بقول لها هاتيلي الريسبونس بتاعه الاي دي ده، لان كل ريسبونس ليها اي دي خاص بيها. فبالتالي انا اوريدي معايا الاي دي، فانا بقول لاوبن اي اي هاتيلي الريسبونس بتاعه الاي دي ده. بعدين برجع تاني اعمل اللوب دي واقول والله هل الستاتوس بتاعتي دي كيود ولا لا. فبيقول لي اه لسه كيود، يبقى انا هنا عندي انفينيت لوب مشكله او عندي مشكله انفينيت لوب. طب هحلها ازاي؟ ان انا خد بالك انا بقول هنا وايل ورك اوت باك جراوند ريسبونس دوت ستاتوس هل هي كيود ولا لا. وبعد كده انا هنا باساين الريسبونس الجديده لفاريبل تاني خالص، وانا بتشيك على مين؟ على ده. وده هيفضل طول عمره كيود. فخد بالك من التركيه دي ان انت ايه دايما تتاكد ان الفاريبلز اللي انت يعني لو انت جوه وايل لوب تتاكد ان انت مش في انفينيت لوب. فانا هاخد الكلام ده كوبي وهقول هنا ايه بيست، لان انا محتاج اساين الريسبونس الجديده اللي جايه من هنا للفاريبل ده علشان ما افضلش في انفينيت لوب. بعدين تعالى هنا نغير الكلام ده برضو معانا. يلا بينا نرن الكود تاني. رن قال لي هنا ايه كيود، ماشي. خلص خلاص الشغل بتاعه. لو جينا بصينا هنا هتلاقي هنا الفاينل ستاتس كومبليتد، وهنا كتب لنا الاوتبوت بتاعنا. ودي فكره الباك جراوند تاسكس او الباك جراوند بروسيسز، وهي ان انت في اجزاء من الكود ممكن تاخد منك وقت، فبالتالي انت بدل ما تستنى اللارج لانجوج موديل يرد عليك، لا انت بتروح جاي راميها له في الباك جراوند هو يشتغل عليها. وانت عن طريق البولينج يعني انت كل شويه بتروح تتشيك على الاي دي بتاع الريسبونس دي تشوف هل هو خلص شغله ولا ما خلصش شغله. لو خلص شغله ساعتها احنا ايه بنطبع هنا الكلام ده. لو ما خلصش شغله فساعتها انا ببقى ايه بعمل تاني بسليب او بوقف الاكسكيوشن لمده ثانيتين، وبعدين برجع اكسكيوت تاني واكلم اوبن اي اي علشان اشوف ايه الستاتوس او ايه الحاله بتاعه الريسبونس دي. تعالوا بقى ندخل لحاجه تانية وهي التولز. بس الاول هشيل انا خلاص مش محتاج بقى الباك جراوند وهخلي دي ورك اوت ريسبونس عادي خالص، ومش محتاج كل الكلام ده في حاجه. فاحنا ممكن نقول هنا برنت
workout response دوت output text. علشان نتاكد ان الدنيا شغاله تعال نرن كده الكود بتاعنا. تمام، الدنيا كده شغاله معايا زي الفل. نيجي بقى لجزء جديد معانا وهو التولز. ايه بقى قصه التولز دي؟ احنا اتكلمنا عنها في فيديو هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن، ولكن باختصار شديد فكرة التولز هي جاية من اسمها. تولز يعني ادوات. دي بتعمل ايه بقى؟ دي بتزود الكابابيلتيز بتاعة الموديل، يعني بتدي اللارج لانجويج موديل امكانيات الطبيعي بتاعه ان هو ما بيعملهاش. زي مثلا ان اللارج لانجويج موديل يقدر يروح يسيرش على الويب. وتعال نطبق الكلام ده بمثال عملي. اجي كده على التولز، هو هنا بيشرح لك فكره التولز، ومن ضمن التولز اللي معانا حاجه اسمها الويب سيرش. دلوقتي انا عندي ايه؟ عندي هنا بقول له جنريت الورك اوت بلان بتاعتنا، وبعدين بطبع الريسبونس. لا انا مش عايز كده، خلاص انا عايز اجنريت دايت بلان. جميل. وعايز في الدايت بلان دي يكون فيها مثلا ايه، خلينا نقول زبادي يوناني بالسعر بتاعها. تعال الاول نسيرش على الزبادي اليوناني دي عامله كام دلوقتي، اللي هو الجهينه اعتقد جريك يوجرت برايس. المفروض دلوقتي عامل عامله في حدود مثلا ايه، احنا بنتكلم في حدود ال 36 جنيه. ماشي. طيب انا عايز انكلود دي في الدايت بلان بتاعتي، فانا هقول له هنا ايه، رايت ا دايت بلان اند انكلود جهينة جريك يورت اند اتس برايس. يعني كمان انا عايز السعر بتاعها يكون انكلودد في الريسبونس بتاعتها. وعلشان بس ما نعطلش الدنيا انا هكومنت الورك اوت ايه ريسبونس خالص، وعايز ايه الدايت بلان ريسبونس. يلا بينا نري رن الكود بايثون مين دوت باي بالمنظر ده. انتر. ماشي جميل جدا. قال لك هنا ايه؟ قال لك ماشي الجريك يوجورت ذا برايس اوف جهينة جريك يوجورت، بيقول لك ممكن تختلف بناء على اللوكيشن والستور، بس هي غالبا هي عامله ايه، ال 150 جرام عامل 20 ل 30 جنيه مصري. ومش دي الاسعار، لان اجدد سعر ليها كان احنا شايفينه ب 36. طبعا انت ممكن تحل مشكله شبه دي عن طريق ان ايه، ان انا اخلي الموديل يسيرش على الويب. دي احد الحلول. او ممكن اغير الموديل نفسه، يعني انا ممكن استخدم موديل يكون النولج بتاعته احدث، لان خد بالك ده النولج بتاعته مثلا هتلاقيها واقفه، يعني اعتقد على حسب التاريخ ده هو 14/4. فمن 14/4 لوقت تسجيل الفيديو ده اكيد في حاجات كتير اتغيرت. احنا كده اول حاجه ايه، يا اما تغير الموديل واشوف الريزلت ممكن تطلع ازاي، لان انا لو غيرت الموديل ولقيت الريزلت كويسه خلاص انت مش محتاج تستخدم التولز، لان استخدام التولز ده عليه فلوس، يعني ليه كوست. فانت لو رحت كده على في الويب سيرش مثلا تول اليوزج نوت بعدين برايسنج، تعالى نفتحها كده في تاب جديده، هتلاقي هنا مديك ايه، ادي الويب سيرش اهو. مديك مثلا يعني مثلا ال 1000 كول عاملين $30، مش عارف بعد كده على. وكمان الويب سيرش تول بيبقى فيها كونتكست، يعني انت ممكن تخليه يسيرش بكونتكست عالي، فساعتها هتتكلف ال 1000 كول ب $35. فانت تاخد بالك من الحته دي، ان اغلب التولز اللي اوبن اي اي بتعمل لها سبورت بتتكلف فلوس زياده. فبالتالي يبقى انا ممكن الارخص لي ايه، ان انا بدل ما استخدم تول، لا ده انا ممكن استخدم موديل بداتا احدث مثلا. فانت لازم تحسبها، يعني تشوف كده ايه اللي هتبقى محتاجه وايه اللي مش هتبقى محتاجه. زائد خد بالك فكره استخدام التول زي مثلا الويب سيرش دي ممكن تعمل معاك ليتنسي او تبطئ معاك الريسبونس، فدي برضو نقطه تحطها في الحسابات بتاعتك. انا هنا بالنسبه لي مش فارق معايا السعر دلوقتي ولا فارق معايا القصه دي، انا عايز استخدم الويب سيرش تول. هنطلع هنا ونشوف هو بيستعملها ازاي. قال لي خلاص هتروح هنا على تولز وتقول هنا ايه، يعني في بارامتر اسمه تولز، وهو ده اللي هتديله التول او اسم التول بتاعتك، وهنا التايب بتاعها اللي هو ويب سيرش بريفيو. فانا هاخدها كوبي وبعدين هنزل هنا تحت اعمل بيست بالمنظر ده، وتعالى نري رن الكود بتاعنا ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. طيب ضرب معايا ايرور بالمنظر ده. تعالى نسكرول لتحت ونشوف ايه قصه الايرور ده. قال لي خد بالك الهوست تول از نوت سبورتد مع جي بي تي 4 نانو. يبقى ده معناها ايه، ان الموديل ده مش بيسبورت التول دي. بمعنى تعالى نرجع تاني هنا للتاب بتاعت المودلز اللي هي دي، خلاص، وتعالى نشوف النانو موديل اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو ده. وتعالى نسكرول تحت هتلاقي هنا ايه، في هنا تولز. خلاص شايف كده الويب سيرش،
not supported، يعني الويب سيرش مش supported وانت بتستخدم الاي بي اي. طب ايه اللي supported؟ حاجه تولز تانية. طب يبقى دلوقتي دي مشكله. ايه حلها بقى؟ حلها ان انا دلوقتي لو عايز استخدم الويب سيرش تول، ان انا مش هينفع مع الموديل ده، فساعتها هنضطر ان احنا نغير ونشوف موديل ينفع معاه ان انا استخدم الويب سيرش تول. ماشي، يبقى هرجع هنا تاني باك. ممكن ساعتها برضه احنا عايزين حاجه تكون رخيصه. هل مثلا او 4 ميني ده ينفع نستخدم معاه الويب سيرش تول؟ ننزل سكرول، قال لي برضه لا. طيب في مين تاني؟ 4.1 ميني، هل ينفع نستخدم معاه الويب سيرش تول؟ زي الفل، ده ينفع معانا. يلا بينا نشوف كده. يبقى جي بي تي 4.1 ميني داش 14 4 5 20 25. يبقى هنا بدل نانو هنغير الكلام ده ونخليها ايه؟ ميني. يلا بينا نري رن الكود ونشوف ايه اللي هيحصل. بايثون مين دوت باي، وتعالى نرن. جميل جدا. هنا دي النتيجة بتاعت الرن، وما جابش سيرة عن الجريك يوجرد خالص. I don't have the exact price. Greek yogurt is generally affordable. برضو ما جابليش الايه؟ الاكزاكت برايس. طيب ليه؟ هل ما استخدمش مثلا ويب سيرش؟ يبقى هنا انا محتاج ان انا ارفرش في اللوجز بتاعتي واشوف ايه النتيجه اللي حصلت، او ايه هل استخدم التولز ولا لا. تعالى كده هتلاقي هنا، بص هو على العموم استخدمها يعني. هو استخدم التول فين؟ لو عملنا سكرول هنا هتلاقي هنا ايه؟ ادي تولز ويب سيرش. يبقى ده معناها ان استخدم التول بس ما جابليش النتيجه اللي انا عايزها. طيب يبقى ساعتها قدامي حل من اتنين، يا اما ارجع اغير الموديل، او يا اما هنا بيجي معانا حاجه تانية. هروح على الويب سيرش كده وهنزل اسكرول تحت. ان انت ممكن هنا ترفاين السيرش ريزلت بناء على مكانك فين او المدينه بتاعتك فين. فتعالى ناخد اليوزر لوكيشن دي ونجرب ان احنا نرفاين السيرش ريزلت بتاعتنا. هاجي هنا ادي التول اهي، ادي التايب، وبعدين هنزل كده، وبعدين هعمل بيست. هنا انا كتبت اليوزر لوكيشن. اليوزر لوكيشن هنا الكونتري بتاعتي هي مصر، سيتي الكسندريا، برضو الريجن هنقول الكسندريا. وتعالى نري رن الكود ونشوف هل فعلا هيعرف يجيب البرايس ولا برضو ستيل احنا عندنا مشاكل. جميل، ادي رد على لايف ريسبونس. تعالى كده نشوف. برضو ما اقدرش ان هو يفايند البرايس. هنا ممكن ابتدي افكر في حاجتين، يا اما تغير الموديل، يا اما تشوف هل في بارامتر تاني اقدر ابظيه للتول يساعدني في ان هو يلاقي البرايس. هنيجي هنا ننزل تحت، قال لك هنا في حاجه اسمها سيرش كونتكست سايز. تعالى نعدل على السيرش كونتكست سايز. هاخده كده كوبي، وبعدين هقول هنا مثلا بدل ما هو لو، هو الديفولت بتاعه ميديوم، خلاص انا هقول له هنا هاي، يعني علي لي السيرش كونتكست سايز. وخد بالك من هنا ان ده هيأثر معايا في البرايسنج. يعني انا لو بصيت على البرايسنج بالمنظر ده، لاقي هنا خد بالك ال1000 كل هنا عاملين $50 للمودلز دي، تمام. لكن اللو كان عامل $30. فيبقى انت تاخد بالك من حته البرايس. يلا بينا نري رن الكود ونشوف برضو ايه اللي هيظهر. بايثون مين دوت باي، اطلع نسكرول لفوق نشوف هل عرف يجيب السعر بتاع برضو نفس الريسبونس. يبقى كده انا يعتبر جبت اخر التويكينج في الويب سيرش تول. لا ساعتها بقى ما تيجي نفكر ان احنا نغير الموديل. وتعالى هنا نختار مثلا جي بي تي 4 بدل ميني. لا خلينا نشوف مثلا جي بي تي 4.1. هاجي هنا بدل ميني خلينا نجيب بقى موديل اذكى شويه اللي هو جي بي تي 4.1. وتعالى هنا بدل ما احنا بنقول السيرش كونتكست هاي، لا خلينا نشيل السيرش كونتكست مش مهم، وهنسيب اليوزر لوكيشن زي ما هي ونجرب نري رن الكود ونشوف هيطلع لنا ايه بقى المره دي. احنا كل ده عمالين نلف حوالين ايه؟ انا عايزه يجيب لي البرايس بتاع الزبادي اليوناني. ماشي، هنا برضو لسه ستيل بيرجع لي نفس اللي هي ايه الريزلت، اللي هو خد بالك انا ما اعرفش برايسز، روح تشيك ال اسمه ايه ده الستور اللي موجود فيه. طب برضو الكلام ده ما ينفعش. ما تيجي نشيل اليوزر لوكيشن خالص بالمنظر ده كده، وتعالى نتويك هنا الكلام ده ونخليه مثلا ايه اند انكلود جوهينا جريك يوجرت برايس، ونري رن الكود ونشوف ايه اللي هيظهر. رن تاني، تعالى نطلع نسكرول فوق. هنا ابتدى يخرف تاني وبرضه قال لي البرايس ايه مختلف بناء على اليوزر لوكيشن.
يبقى هنا هرجع تاني ارجع اليوزر لوكيشن تاني بالمنظر ده، هرجع للويب سيرش، بعدين اطلع فوق كده سكرول، تعال نرجع تاني اليوزر لوكيشن، وتعال نستعمل موديل بيثينك اكتر، لان دلوقتي انا لغايه دلوقتي ما عرفتش اجيب منه الريزلت اللي انا عايزها، فانا هعلي دلوقتي الايه الموديل اللي انا بستعمله. هنرجع هنا ورا مثلا، وممكن ناخد ايه، ننزل نسكرول تحت كده، ده الكوست اوبتمايزد، الريزونينج، الريل تايم لا مش محتاجينه. الريزونينج موديلز اهي، ممكن ساعتها نختار O3، وتعال نشوف هل O3 هنا هيعمل حاجة معانا ولا لا. O3 16/4/2025، يبقى دي كده 16/4/2025، وهنا ده على طول بقول هنا O3 داش بالمنظر ده كده. يلا بينا نري رن الكود ونشوف ايه اللي هيظهر. رن. تمام، قال لي هنا ان O3 مش بيسبورت الويب تول، يبقى دلوقتي انا محتاج ادور على ريزون موديل ممكن يسبورت الويب تولز. هل ممكن يكون O4 ميني؟ لا برضه مفيش. طيب O3 ميني؟ برضه مفيش، مش بيسبورت الويب سيرش. طب O1 برضه مش بيسبورت. يبقى اذا الريزونينج موديل مش هتنفع معانا، يبقى تعالوا نستخدم 4.1. احنا كنا كل ده بنستخدم 4O، تعالى بقى نستخدم 4.1 نشوف هيطلع ايه. 14/4/2025، يبقى هنا عايزين 14/4/2025، وهيبقى GPT-4.1، GPT-4.1. وتعالى نري رن الكود ونشوف ايه اللي هيظهر. برضو نفس المشكلة هنا، ان هو مش قادر يجيب الاكزاكت برايس. طيب تعال نشيل اليوزر لوكيشن بالمنظر ده، او خلينا بدل ما نقول الكسندريا خلينا نقول لنا ايه، كايرو مثلا اللي هو القاهرة. خلاص، وتعالى نري رن تاني الكود ونشوف ايه اللي هيظهر. لاقي برضو ايه ان لسه مشكله مستمره، يبقى هنا احنا محتاجين بقى ايه، ندبج الكلام ده. تعالوا نروح بقى على البلاي جراوند كده ونبتدي ندبج ونشوف ايه اللي بيحصل، لان دلوقتي هو المفروض ان هو يعمل ويب سيرش ويجيب لي اخر حاجه. فانا دلوقتي هبيست هنا البرومت بتاعي، وهنختار 4.1، وبعدين هختار ويب سيرش، هختار ايجيبت، هقول له اد. بعد كده تعالى ناخد البرومت بتاعنا، وانا عدلت هنا فيه شويه، تعالى ناخده كوبي، بعدين بيست، بعدين نسند، وتعالى نشوف ايه اللي هيحصل. هنا هو كاتب ان هو ايه، سيرش ذا ويب، او يعني بيسيرش الويب. ماشي. طيب لو جينا طلعنا فوق برضو ما زالت نفس الرساله. طيب ايه المشكله؟ المفروض ان هو يكتب لي هنا السورسز اللي هو عمل عليها سيرش، فغالبا في مشكله في الاي بي اي بتاعه اوبن اي اي، لان احنا لو عملنا ريفريش لسه ما زال عندهم مشاكل هم بيحلوها، لان الريسبونس اللي رجع لنا من الديباجنج مش مظبوطه. يعني هو المفروض ان الويب سيرش ده يكون شغال عادي كويس جدا ويرجع لي فعلا البرايسز. يعني تعالوا لو جربنا كمان مره بالمنظر ده، هو عمل سيرش ذا ويب بس ما جابش اصلا اي سيره، قال انا مش لاقي البرايسز. طب فين السورسز اللي هو عمل عليها سيرش؟ فبالتالي غالبا دي مشكله اوبن اي اي هنا. جميل، دلوقتي انا جربت البرومت تاني كمان مره، هو نفس البرومت نفس كل حاجه. لو عملنا سكرول تحت كده هتلاقي هنا ايه، قال هنا جوينا جريك يوجرد ال 180 عاملين 39 جنيه مصري. وبص كده هتلاقي هنا ايه السورس اللي عمل عليها سيرش. فهي غالبا زي ما قلت كده انها مشكله اوبن اي اي، ان الاي بي اي بتاعتهم فيها مشاكل دلوقتي. هو الطبيعي مش ده اللي بيحصل، يعني مش ده الطبيعي، لكن هي صدفه ان وقت تسجيل الفيديو ده ان تحصل المشاكل دي. ويمكن لعل وعسى المشاكل دي ايه، يعني حصلت على اساس نشوف مع بعض ممكن نديبج الحاجات دي ازاي، ونتاكد هي مشاكل فين وندور عليها وكده. كده عرفنا ازاي ممكن نستخدم تول زي الويب سيرش. وده كده كان نظرة سريعة على الاوبن اي اي اس دي كي وبعض الفيتشرز المهمة اللي فيها. طبعا هو في فيتشرز اكتر من دي، ولكن احنا بناخد بس مقدمة عن الاس دي كي دي. فانا يهمني في الفيديو ده المفاهيم اللي شرحناها، اللي هي زي الاستريمنج، الاستراكشر اوتبوت، اسلكت الموديل ازاي. كل المفاهيم دي هتلاقيها بتتكرر معاك في اس دي كيز تانية زي بتاعه انتروبيك.
فاتمنى ان تكون المفاهيم دي ايه وصلت بشكل مبسط. في حاجة اخيرة او في مقال كده اخير لو عندك وقت بص عليه. هننزل كده نسكرول الجزء بتاع بيست براكتسز في الدوكيومنتيشن، وبعدين هكليك على الموديل سيلكشن. حته الموديل سيلكشن دي المقال اللي هم كاتبينه هنا في الدوكيومنتيشن جميل جدا. هو الفكره او الملخص بتاعه بيقول لك لما تيجي تختار موديل بتختاره على اساس 3 عوامل. ايه هم ال3 عوامل دول؟ اول عامل وهو الاكيورسي او الدقه، يعني انت عايز الدقه بتاعه الموديل تبقى عامله ازاي. هل انت مثلا في تاسك على السريع ومش محتاج الدقة معاك تبقى بشكل كبير، فساعتها هختار مثلا موديلز صغيرة، ولا انا محتاج دقة عالية او محتاج موديل يريزون ويثينك، فساعتها هختار المودلز اللي هي بتريزون. وطبعا ده هيجي على حساب ايه؟ هيجي على حساب الحاجتين التانيين وهما الليتنسي والكوست. فبالتالي المقال ده هو بيتكلم على الجزء ده بالتفصيل، وكمان مدي امثله على بعض اليوز كيسز. فالمقال ده حلو جدا اللي هو الموديل سيلكشن. وبكده نكون عرفنا مع بعض فكره الاس دي كي والفيتشرز اللي موجوده في اوبن اي اي اس دي كي. اتمنى ان كان الكلام بسيط. اي نعم كان في مشاكل بتظهر معانا اول باول، وحته ان الاي بي اي مش شغاله بتاعت اوبن اي اي كويس انها ظهرت في الفيديو، لان كان ممكن عادي ان انا استنى واعمل ايديت للقصه دي كلها، بس انا ما حبيتش كده الصراحه. انا حبيت ان احنا نبقى ريل لايف سيناريو، يعني المشكله تظهر نبتدي نفكر في الحلول اللي ليها ازاي. لان فكره اختيار الموديل وان احنا نعمل تويك او نعدل على البرومت، الموضوع ده مهم جدا. وده اللي احنا شفناه مع بعض، ان كانت مشكله بتظهر ورا التانية اكتر من مره، وكنا بنحلها مع بعض واحده واحده ونبتدي ندبجها واحده واحده. فاتمنى ان ما كنتش طولت عليك بالمشاكل اللي ظهرت دي، واتمنى ان تكون المفاهيم وصلت بشكل بسيط. اخيرا لو عندك اي سؤال سيبهولي في الديسكريبشن وهجاوب عليه ان شاء الله، او في جروب الفيسبوك بتاعنا اللي هسيب اللينك بتاعه برضو في الديسكريبشن. لو المحتوى عجبك او شايف ان هو ممكن يفيد حد فشير سبسكرايب لايك. ولو مش حابب تعمل اي حاجه من دي مفيش اي مشكله خالص. انا يهمني انك تكون فهمت كل الكلام اللي احنا شرحناه بالنسبه للاس دي كي. واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.